ودول الناس اللي جاوبوا الإجابة الصح في الفيديو اللي فات. ما تنساش بقى تكتب كلمة السر في الحلقة دي، ويلا بينا نبدأ. يا شباب، ده الشرح السريع للأجزاء اللي أخدت كوبي رايت. هنشرح أهم الحاجات اللي حصلت وهتأثر على القصة بشكل مباشر. وينتقل المشهد لعواقب قرار بطلنا لو بتخفيض مستويات البحر في العالم المجهري الأول. القرار ده عمل كارثة مرعبة من زلازل وتسونامي دمرت القارة كلها، وعدد السكان نزل من 1,000,000 ل2000 شخص بس، والحضارة رجعت للصفر زي أيام القبائل البدائية. والزعيم كان بيحسب إنهم محتاجين 40 يوم في وقتنا الحقيقي عشان يتعافوا. وجوه العالم المجهري الناس كانت مرعوبة وبتصلي لحاكمهم لو، فاكرين إن الكارثة دي عقاب سماوي وبترجوه يرحمهم ويحمي أرضهم من الدمار. وينتقل المشهد لمعمل النادي الأبدي، فين تسلا فاجئ السيد لو باكتشاف علمي خطير جدا هيقلب الموازين، وشرح له إنه من خلال تتبع الموجات الزلزالية لقى إن في تغيرات وتعرجات ضخمة تحت قشرة الأرض على عمق كيلومترات، والتضاريس دي عاملة زي سلاسل جبال جبارة، وده بيدعم بقوة نظرية الأرض المجوفة، وإن في عالم كامل تحت رجلينا مستخبي وممكن يكون أهم من اكتشاف قارات جديدة. ورغم إن المعلم دو عارضته بشراسة وقالت إن العلم الحديث بيأكد إن باطن الأرض عبارة عن نواة صلبة وصخور منصهرة حرارتها مميتة ومستحيل يكون فيها حياة، الزعيم عجبته الفكرة جدا ورفض يعتمد على نظريات الكتب بس، وقرر رسميا تأسيس مشروع ضخم لتطوير واستكشاف الأرض الداخلية، وخلى تسلا من كبار الباحثين فيه. ومع الوقت النادي الأبدي فضل يكبر ويوظف عشرات الآلاف من العباقرة والشخصيات التاريخية، وده خلى المعلم دو تحس بضغط رهيب من إدارة كل العقول دي، فطلبت أجازة عشان تقرأ سيرهم الذاتية وتفهمهم، بس الزعيم رفض يديها أجازة في وقت حرج زي ده، وبدل كده جاب لها مكتبة ضخمة جدا متجمعة مخصوص، وأمرها تستخدم قدرة تسريع الزمن عشان تذاكرها كلها في وقت قياسي من غير ما تعطل مسيرة النادي. وبعد شهور من التجهيزات وينتقل المشهد لفرع البلد تي وقت إطلاق الكون المجهري الثاني. تسلا كان فخور جدا إنه صمم العالم المعقد ده في أقل من سنة، وبطلنا لو أمر ببدء تسريع الزمن ل1,000,000 ضعف عشان يشوفوا اندماج الهيدروجين وتشكيل الكوكب، وبدأوا يحقنوا بروتينات الحمض النووي عشان يفعلوا الحياة. العالم المجهري الثاني كان متصمم عشان يطور نفسه بحرية تامة من غير أي تدخل أو مسار محدد، والحياة هناك اتطورت بسرعة رهيبة، وظهرت ديناصورات شرسة جدا عندها قدرات سحرية وخاصة زي توليد الكهرباء، لدرجة إن في ديناصور مجهري عض إيد تسلا وهو بياخد عينة منه. ورغم قوة الوحوش دي، السيد لو كان واثق إن البشر هم اللي هيسيطروا في النهاية بفضل ذكائهم وقدرتهم على التعلم واستخدام السحر والأدوات، وده اللي حصل فعلا، وتكونت حضارات قوية زي سلالة سالف في الشرق، بينما الغرب كان غرقان في الصراعات. وفي النهاية وينتقل المشهد لبطلنا لو وهو بياخد أجازة نادرة وبيريح أعصابه وهو بيتفرج على العالم المجهري العظيم ده اللي حطه جوه حوض سمك فخم جدا كنوع من الديكور، والعجوز رونج والعجوز كونج جم يزوروه في مقره، وكونج كان مصدوم ومبهور جدا لما دقق في الحوض وفهم إن الزعيم بيربي بشر وحضارات كاملة جواه كأنهم سمك زينة، وتأكد إن النادي الأبدي ده كيان مرعب بفضل قوة السيد لو اللي بيصنع عوالم ويتحكم فيها كأنه حاكم مطلق، وأدرك إنهم قدام حضارة متطورة جدا، وبقى متأكد إن مستقبله ومستقبل عيلته مربوط برضا الزعيم العظيم ده اللي بيلعب بقوانين الكون. يركب كهرباء هناك. رئيس عيلة رونج لف للشاب بطلنا له وكمل وقال إنه ما كانش عارف هيزرع إيه في المرابي ده، بس كان عنده برص حلو. الزعيم ابتسم وقال إنه كان بيزرع حاجة بالفعل وما كانتش لعبة، دي كانت جوه. العواجيز اتفاجئوا لما سمعوا إن عشرات الآلاف من الناس كانوا هناك بالفعل وهم طالعين من مبنى المقر. السيد رونج لف لصاحبه وقال إنه طلب منه يسكت في حضور الماستر الزعيم. السيد كونج ابتسم وضحك وقال إنه كان متوتر بزيادة. الراجل الأسمر بصله وقال إنه مصدقه ومستحيل يشتغل معاه. هم وقفوا جنب العربية والسيد رونج قال إنه بالرغم من إن السيد لو مقامه عالي فوقهم، بس مش هيخلي الإهانة تحصل، فعشان كده مش هيخلي صاحبه ينزل من نظره. اللي الراجل التاني ضحك عليه وقال إن ده كمان صح.
السيد كونج فضل ساكت بيفكر، وهو افتكر الصورة القديمة بتاعت بطلنا لو، وهو بيفكر إنه فضل يفكر في الصورة القديمة بتاعت أخته، ونزل نظرته وهو بيفكر إنه ما يقدرش يمنع نفسه. السيد كونج كان بجد عايز يعرف الزعيم شخصيا. لو هو افتكر بنت شابة بشعر قصير وجهت الكاميرا واعتذرت وقالت إنها ما كانتش عايزة تخوفه، بس كانت عايزة تجرب هدية من أبوها. الراجل العجوز اتسائل وقال لو كان بطلنا لو لسه فاكر البنت الشابة دي. على ظهر الصورة كان في نقش بتاريخ أغسطس وكلمات إن لو قدرهم مربوط ببعض فهي مستعدة تستنى طول حياتها لحد ما يتقابلوا. الراجل العجوز فكر إنها استنت الزعيم لمدة سنة. وهو بيلف من فوق كتفه بص للمبنى اللي فيه الشاد. الشمس كانت بتنور فوق قمم الشجر، والعالم جوه المرابي كمل يتطور، والحضارة عملت اختراق تاني. راجل بعبايات طويلة طلع عالي في السماء بين السحب، ودلوقتي عالمهم متشبع بنكهة الفانتازيا. راجل كان أول واحد يعرف قوة العناصر، ووش الراجل اللي بشعر طويل كان مستخبي في الظل للناس العاديين. الراجل ده بقى كائن سماوي. قدام كان في بيت صغير على الطراز التقليدي، والشارع كله كان متكون من بيوت شبهه، وناس كتير كانوا بيمشوا على الرصيف المرصوف بالحجر. أسطورة الكائن السماوي لمست حياة الكل. ولدين كانوا بيتدربوا في الحوش المرصوف بالحجر، بيصرخوا ويقولوا شوف الاستقبال. واحد من الشباب اتزحلق لورا وهو ماسك سلاح في ايديه. الشاب اللي شعره مربوط ورا راسه ضحك على اخوه وقال انه كان مسترخي خالص مؤخرا، وغالبا بيشرب نبيذ تاني من سر من معلمه. شاب بشعر اسود وغرة مغطية عينيه طقطق باستياء وقال له يخلص. الشاب طوى كفه وهو رافع صباعين وقال خدعة سحرية، ووهج أخضر بنقوش سحرية ظهر حواليه وهو بيستخدم تقنية الألف روح المقتولة. الشاب بدييل صرخ بيسأله هل كان بيتكلم بجد. سيوف كتير بتنور طارت عليه، وصرخ إن ده كده عدى كل الحدود. الشاب اللي بغرة رمى السيف من فوق كتفه وقال إن معلمه علمه التقنية دي، وإن صاحبه نفسه هو اللي كان مسترخي مؤخرا. الخصم المتعذب كان نايم على الأرض وأثار ضربات بتدخن حواليه. الشاب قال إن أخوه كسب، بس هو كان غلطان. فجأة الشباب سمعوا صرخة وقالوا إن ده الولد جري عليهم وكان مذهل وهو ماسك مكشاف في إيده وبيصرخ بيسأل، وقال لو كان الكبير يقدر يعلمه التقنية دي. الساحر لفله باستياء وندى باسمه شيشون، وهو سأل الصغير باستياء وقال لو كان كنس الحوش، بس الولد قال إنه لسه، بس إنه تلميذ شاطر وهيتعلم تقنية جديدة بسرعة. الراجل اللي شعره غامق بصله وقال إن الولد واثق في نفسه بزيادة، وعشان تتعلم دي محتاج يكون عندك موهبة. هو مشي بعيد وهو بيقول للشاب اللي كان بيبص وراه إن بصقل موهبته الإنسان يقدر يبقى كائن سماوي، والمكشات دي من نصيب الفشلة، وخليه يكمل كنس الحوش. الصغير اللي كان واقف تحت السلالم صرخ وراه وقال إن كلهم بيستهينوا بيه، بس في يوم من الأيام هيعمل اختراق ويصعد ويبقى كائن سماوي. واللي الكبير قال بغرور إن دي مجرد خيالاته. شيانج بصله بحزم وهو بيفكر إن دلوقتي هيشوفوا كل حاجة، وهو هيوصل للقمة ويكسر الفراغ العظيم ويعرف إيه هو الداو السماوي. السما كانت صافية والسحاب كان طاير فوق مبنى مكتب النادي الأبدي، وبنت كانت ماشية في الممر ووراها راجل. يوكي شاورت على الباب وقالت إن الزعيم في المكتب والراجل يقدر يدخل. السيد كونج هز راسه وهو بيبتسم وشكر السكرتيرة. هو دخل المكتب وبص للشاب بتركيز، وبطلنا لو لف راسه ناحية الصوت وبعدين لف وبص للضيف الجديد. السيد كونج وقف في المكتب وسأل الشاب وقال لو يقدر يديله 1 دقيقة فاضية. الراجل العجوز اتفرج بهدوء وهو بيعتذر إنه بيزعجه، بس كان في حاجة مش قادر يطلعها من دماغه. والسيد لو بصله بتساؤل. الراجل مد إيده في الجيب الداخلي لجاكيته وطلع صورة قديمة داخل الشاب اللي شعره غامق وطلب منه يبص عليها. الزعيم بص للصورة باستغراب، ودي كانت صورة ليه وهو بياخد بوز لبورتريه، وهو افتكر إيه نوع الصورة دي. بطلنا لو اتخرج وهو بيفكر إنها دليل على أول سفر ليه عبر الزمن، وهو بيبص للصورة بتركيز أدرك إنه لو الراجل العجوز معاه الصورة دي يبقى البنت دي من عيلة كونج. الراجل وقف واستنى بصبره وهو بيبص للراجل الشاب اللي شعره غامق وسأل وقال هو عايز يقول إيه. السيد كونج قال إن أخته الكبيرة كانت مستنية الراجل اللي في الصورة طول حياتها، وعشان كده فضلت من غير جواز. هو أغمض عينيه بكآبة وقال إن أخته ماتت من غير ما تندم على قرارها. السيد كونج فتح عينيه وبص للشاب وقال إنه عايز يسأله حاجة بدلها، والسيد لو سمع باستغراب للسؤال وقال هل هو لسه فاكرها؟ الزعيم بص لصورة راجل كونج وهو بيبص لشاشة اللابتوب، وفكر إنه في فترة الجمهورية هي كانت مصورة وشاعرة وكاتبة مشهورة. صورة لشارع كئيب وقذر ظهرت في دماغه، وضاف وقال إنه في أوائل العشرينات الناس العاقلة بدأت تدرك إنه عشان تبقوا قوة عظمى كان لازم تعليم البنات، وإن ده كان بداية تعليم الإناث في أوائل الجمهورية الصينية.
هو كان قاعد على الكنبة ومكتف دراعاته وقال اسم البنت بنظرة جادة، ونضارته بينت صورة شبابيك مفتوحة على الشاشة. الشاب فكر إنه في عصر التغيير العظيم كل الستات اللي كان عندهم شجاعة وحب كانوا بيعتبروا عار على العيلة بالنسبة للناس اللي تفكيرهم قديم، وإن كونج مان ما كانتش عايزة تتجوز زواج صالونات وتقريبا انطردت من العيلة. بطلنا لو حرك صباعه على التاتش باد وهو لسه بيفكر في إزاي هي بعد كده أسست مدرسة أدبية للبنات بمساعدة أخوها وقدرت تساهم في تعليم الستات. فجأة الشاب لقى اللي كان بيدور عليه وضاف في سره إن البنت ماتت وهي عندها سنة في مدينة صغيرة في أمريكا. هو اتنهد بتقل وبتعب ونزل على ظهر الكنبة وهو حاطط إيديه ورا راسه، ومن غير ما يفتح عينيه قال بصوت عالي إنها ما اتجوزتش أبدا. الشاب بص لتحت للترابيزة ولاحظ النوتة. هو أخدها بصباعين ورفعها قدام وشه وشاف إن اليوم أغسطس كان مكتوب عليها في نقش بيقول إن لو أقدارهم مربوطة ببعض فهي مستنية طول حياتها. السيد لو قرأ اللي كتبه بحيرة وهو بيفكر إنه باين إنه مديون جامد. الشاب رمى الورقة على اللابتوب وضاف وقال إنه زعلان إنها مش عايشة، وهو رفع رجله على الكنبة ورفع إيده لدقنه وقرر إنه محتاج يعرف إزاي يعوض عيلة كونج. البنات كانوا طالعين على السلالم ويوكي قالت إن الكتاب اللي WN رشحته لها كان ببساطة مذهل، وبعدين سألت وقالت لو في جزء تاني ليه. WN ردت بابتسامة وقالت إن في جزء تاني وهي بس محتاجة تروح المكتبة، وبعدين عرضت تدور لها على الكتاب ده. البنت سبقتها وراحت للباب وابتسمت بخجل وودعتها وقالت إنها مش عايزة تعطلها وبعدين هيبقوا يتناقشوا فيه تاني. وبعدها ضافت وقالت إن السيد لو كان حزين مؤخرا وعشان كده الأحسن ما يجوش قدامه. الزعيم بصمت اتفرج على WN بتاعته وهي واقفة عند الباب، وقالت إن وثائق كتير اتراكمت ومفيش فايدة من تأجيلها. ومن ورا الباب يوكي طلبت منها تقول إنها ما شافتهاش. فجأة البنت اترعشت بخوف لما بطلنا له صرخ فيها تتدخل. الشاب بتفكير حط إيده على دقنه وبصلها، ويوكي بخجل نزلت نظرتها للجنب. وهو حاطط إيديه على الترابيزة الزعيم قال إن عنده سؤال ليها، والبنت قالت إنها هتقول مبسوطة تجاوب. كان في صمت محرج في الجو، وهي بخجل سألت وقالت إيه هو سؤاله. السيد لو رفع راسه وهو بيغمض عينيه وقال إنه فضولي بخصوصها كست، وهو بيبص في عينيها. خلص الجملة بسؤاله وقال هي تحب تعيش فين دلوقتي ولا من 100 سنة فاتوا. من اللي سمعته البنت دخلت في ذهول لثانية، وبعدها وهي بتنزل كتافها قالت بتقل إنها طبعا تحب تعرف. الشاب استعجلها وهي بتفرد ظهرها رفعت إيديها ورا ظهرها وقالت بثقة إنها دلوقتي مش بس تقدر تتعلم مهن مختلفة، بس كمان تتواصل بحرية مع الآنسة WN باي وغيرهم. بطلنا له سند راسه على إيده وهو بيسمعها بتقول إن بالإضافة لده محدش هيرفضها عشان صراحتها. وهي بتغمض عينيها ضافت بهدوء إنه بالرغم من كده بسفرها مع السادة في الزمن هي اكتشفت إن معظم الستات ما كانش عندهم فرصة للتعليم في الماضي، وكلهم كانوا متمسكين بالعادات القديمة. الزعيم رجع لورا على الكرسي وهو بيفكر إنه بالرغم من إنه ما كانش يعرف البنت دي، هو فكر وهو بيبتسم شوية. هو خلص فكرته بيفكر إنها كانت عبقرية اتولدت في العصر الغلط. يوكي بصت بعيد بخجل وهي بترفع إيديها لخدها، طلبته ياخد حاجات حديثة معاهم لو راحوا رحلة عمل تاني. فجأة هي لاحظت الترابيزة اللي كان قاعد عليها وشافت إن الشاب فجأة اختفى. السيد لو كان مرة تانية في المساحة المؤقتة. الشاب طاف بين الجزيئات الخضراء بابتسامة وحاطط إيديه في جيوبه وفكر إنه بالرغم من إنه يقدر يغير مجرى التاريخ في حياتها. بطلنا له طلع صورة للبنت وخلص الفكرة بصوت عالي وقال إنه يقدر يوفر لها أقصى دعم، وبعد كده أنا قررت إن الصورة دي تستاهل. الزعيم أخد ساعة جيبه في إيده وداس عليها وخيال لساعة ظهر جنبه، والشاب قال إن قانون الزمن بقى أقوى. السيد لو مد إيده لقدام ناحية بوابة الزمن وقال إن المرة دي هو بيبص لقدام بثقة، وخلص الجملة بإنه قال إنه المفروض يقدر يحدد المكان بدقة أكتر. شجرة وحيدة وقوية كانت واقفة في نص حقل منور بنور الشمس، وخيال راجل كان باين تحتها. كان في صورة لبطلنا له على العشب، والبنت وقفت تحت الهوا اللي بيطير وهي اتنهدت بتقل. مبنى فاتح جميل بنقش ستوكو كان منور بنور الشمس، واللي منه اتسمع صوت بينده على البنت ويقول لها يا ست يا قليلة الأدب، ويقول لها تبص لنفسها، وضاف وقال إنها قرت كتير من كتبها الغبية ونسيت خالص قيم العيلة. الراجل العجوز حط إيده في اتجاهها ومراته هدته. الراجل صرخ عشان تعتذر فورا للسيد الشاب بتاع عيلة دو، وضاف وقال إنه ما بقاش أخرس. مان قالت بهدوء
إنه مش عشان كده هي بتقرأ كتب. الراجل بغضب قال لها ما تمتمش وتتكلم بصوت أعلى. البنت لفت بغضب وصرخت وقالت إنها مش بتقرأ كتب عشان تتجوز لمصلحتهم. الراجل العجوز بص محتار من اللي سمعه، وفي الثانية اللي بعدها انفجر في الصراخ تاني وقال إنها قليلة الأدب وعيلتهم محترمة بين العائلات المشهورة. وبعدها سأل وقال إزاي تتجرأ تعلي صوتها على الأكبر منها. مان بصمت مشيت بعيد عنهم وهي مغمضة عينيها وبتسمعه بيصرخ وراها إنها ما عندهاش أخلاق وإنها واخدة، وأمها قالت لهم يبطلوا خناقة لأنهم يقدروا بس يقعدوا ويتناقشوا بهدوء في كل حاجة. نور ساطع قاد في الضلمة بين إزاي الراجل العجوز سأل وقال ليه السيد دو مش عاجبه، وضاف وقال إنه عنده فلوس ومكانة. وبعدها سأل تاني وقال لو كانت شايفة إنها تستهله، وسماها بنت من غير عقل. وهو بيبص لده الزعيم فكر بابتسامة إنه ده كان مفاجئ. السيد لو ربع إيديه وجاب واحدة منهم لدقنه، وضاف في سره بابتسامة وقال إنها كان شكلها شخصية متواضعة ومكسوفة جدا، بس كان ليها جوانب تانية. وهو بيبص للكورة اللي متحوطة ببرق فكر إن البنت فعلا. الشاب رفع إيده للكورة اللي بتنور، اللي خلى نور يظهر الوميض نور كل حاجة حواليه. والشاب كمل الفكرة إنه أثار اهتمامه. جسم الشاب بطلنا له نور بحيرة، غروب منظر طبيعي خلاب، والشارع كان منور بنور عنبري. الزعيم خط على الأرض وهو بيتنهد براحة وقال بابتسامة إنه رجع تاني. السيد لو فضل حاطط إيديه في جيوبه وهو واقف وسط حشد من الناس، وفكر إنه بالرغم من إنه الأوقات كانت قديمة كل حاجة كانت باينة مألوفة جدا. فجأة حاجة لفتت انتباهه. وسط حشد الناس كان في راجل هو بص للبنت وهو بيتعرف عليها. بطلنا له بص مستغرب وفكر إن دي صدفة كبيرة. بنت لابسة بالطو كانت ماشية في الزحمة وبتمتم لنفسها متضايقة إنها مش هتقابله تاني النهاردة. هي بحزن نزلت نظرتها وفكرت إنها مش قادرة تلاقي شخص واحد في المدينة كلها، وبتطلب إنه ما يطلعش إنه مش من هناك. فجأة نظرتها بقت متضايقة واتسألت وقالت هو ممكن يكون راح فين، وهي بتسميه في سرها وغد. هي مسكت بلطوها في ايديها وقالت انها لو ما تلاقاش فهي فجأة بطلنا له قطعها ونده عليها واللي هي لفت له. الشاب كان واقف وساند بكيعانه على الحيطة وهو مكتف دراعاته وقال بابتسامة انه مش مناسب لبنات من الطبقة الراقية انهم يقولوا كلام وحش عن الناس من ورا ظهرهم، وبعدها نده عليها باسم عيلتها. البنت غطت بقها بايديها بصدمة وهي بتدرك ان هو الزعيم. السيد لو بص للبنت بابتسامة خبيثة وهي بصت في عينيه بخجل من غير ما تبعد نظرها. فجأة صرختها اتسمعت في الشارع وصوت بنت اتسمع قريب من سطح المية سألت وقالت هو مين؟ بطلنا له كان واقف جنب السور على الكورنيش، والبنت قالت إنه شكله زي ناسك واللي الشاب بس ضحك عليه. وهو بيبص للمية قال بابتسامة إنه المفروض يقدم نفسه، والزعيم رفع إيده عشان يفرقع صوابعه. في اللحظة اللي بعدها قدرته بدأت تأثر على البنت. مان اتفرجت على خيال شاب طاير في الهواء على خلفية وميض ساطع. هي اتفرجت على ده بخوف، هي ما شافتش وشه بس سمعته بيقول إنه تاجر زمن من زمن ومكان تاني، وبعدين قال اسمه. كان في عرق على وشها وكانت خايفة جدا. وش السيد له نور وقال بابتسامة إنه فكر إنها كانت مستنياه. برج الساعة كان منور بأشعة الغروب، والبنت سألت وقالت يعني إيه تاجر زمن؟ وهي بتبص في عيون الشاب سألت وقالت لو بيقدر يتحكم في الزمن. فجأة وشها نور بالفرحة وخلصت السؤال بسؤالها وقالت لو كان قادر يشوف المستقبل في الحالة دي، وبعدها طلبت منه يحكي لها عن مستقبلها. هو بص بكآبة في عينيها وسألها وقال هي نفسها متخيلاه إزاي. مان بصت لوشه بعدم فهم وتعبير الشاب كان كئيب جدا. البنت سألت بخوف وقالت لو في حاجة مش كويسة مستنياها. بطلنا له اتنخد بتقل وهو بيبص للسما وقال إنها أكيد هتبني مسيرة مهنية وتحقق اللي هي عايزاه وكمان تستاهل مدح عالمي. الكلام ده فاجئها جدا وبعدها ابتسمت شوية. مان بصت له بعدم فهمه وسألته وقالت بيضحك ليه؟ البنت سندت على السور وقالت بفرحة إن ده رائع. هي ابتسمت وعينيها مقفولة وقالت إن ده معناه إنها مش هتتجوز ابن عيلة دو وكمان مش هتبقى ظل لعيلتها حتى لو طريقها كان صعب جدا. الزعيم ابتسم وقال إنها لو ندمت فالمستقبل ممكن يتغير، وبعدها فكر إنه ما يقدرش يقول كلام زي ده لأي حد. مان لفت بعيد بشكل ملحوظ وقالت إنها مش محتاجاه لأنها درست في إنجلترا وشافت حاجات جميلة كتير. المدينة كانت تحت أشعة الغروب، وهي خلصت الجملة بإن عشان كده هي ما كانتش عايزة تتحبس في البيت زي أمها، لأنها بتحب التصوير وتحب تصور كل المناظر الجميلة اللي بتشوفها، وإنها مستعدة تواجه أي تحدي. السيد لو قال لها بابتسامة راضية إن يمكن في المستقبل هتقدر تعمل اللي خططت له. البنت بصت له بعدم فهم بتسأل وتقول ده معناه إيه؟
بطلنا لو رفع إيده وكورتين ذهب من الزمن ظهروا فوقهم. البنت اتفرجت على ده باستغراب وهم بيبينوا صور لWN ويوكي من المستقبل، ومان قالت إن البنات دول مختلفين جدا. الشاب ربع إيديه على صدره وقال لها إنهم بيشتغلوا معاه بس مش كديكور جميل، لأن كل واحدة فيهم بتعمل شغلها بشكل مستقل. صوت الزعيم رن في الشارع بيقول إنه في المستقبل الستات اللي زيها اللي بيحبوا التصوير هيدرسوا لغات وثقافات. مان كانت مبسوطة باللي شافته. البنت جريت عليه بفرحة ومسكت إيده وقالت إنها عايزة تروح المستقبل وطلبت منه ياخدها معاه. السيد لو زق إيده في وشها وهو بيبعدها وقال إنه هيعمل كده بس بشرط واحد. الشاب بابتسامة خبيثة قال إنها الأول لازم تتغلب على كل الصعوبات بما فيها العجز والفقر، وهو بيرفع راسه ضاف وقال إن ده لازم يتعمل لحد ما يجي ياخدها، وبعدها سأل وقال لو هي جاهزة. مان بثقة قالت إنها جاهزة. الشاب بصلها باستغراب وسأل وقال ليه هي وافقت بالسهولة دي، لأن في النهاية طريقها هي. قطعته وقالت بابتسامة إن بدل ما تبقى عروسة لعبة وترقص على نغمة حد تاني طول حياتها، هي تفضل تختار الطريق اللي مليان حفر ومطبات لأنها عايزة تثبت نفسها. هي رفعت راسها وأغمضت عينيها وضافت وقالت إن بالإضافة لده هي بالفعل عارفة قدرها. بطلنا له فكر بابتسامة إنه لحسن الحظ هي كانت مصممة جدا إلا كان هيضطر يغير القصة. فجأة جسمه اتغلب عليه رعشة وتعبيره بقى جاد، وأدرك إن دي رعشة قانون الزمن. هو كشر حواجبه بصرامة وفكر إن ظهوره كان ليه تأثير على مجرى التاريخ. في حوش عيلة كونج سطوح المباني كانت لازقة في بعض بالظبط، وورقة مكتوبة بخط البنت كانت مرمية على الأرض. فجأة حاجة طارت فيها واتكسرت حتت. أبو البنت وهو بيشاور بصباعه عليها صرخ وقال إنها مذنبة وإنها المفروض تبص لنفسها من بره. البنت مان بحزن قعدت على ركابها قدامه وسمعت بصمت وهو بيسأل وقال لو كان اداها كاميرا عشان هي وشوية فلاحين يدمروا قيم عيلتهم. البنت مان بهدوء كانت عايزة تقول إنه ما كانش كده، بس أبوها قطعها بيسأل وقال هي قالت إيه؟ مان بغضب صرخت فيه وقالت إن بطلنا لو مش فلاح. الراجل تاني شاور بصباعه عليها وبدأ يصرخ بيسأل وقال إزاي تقدر تقول كلام زي ده، وهل هي مش مكسوفة قدام الأكبر منها؟ وبعدها قال إن أمها ما كانتش المفروض تولدها. هو كشر حواجبه وقال إن من قديم الأزل قضايا الجواز كانت بتتحدد عن طريق الأهالي، وده لسه الوضع الحالي. البنت أغمضت عينيها وسمعته بيقول إن السيد الشاب دون شاف بعينيه إزاي هي صورت الراجل ده، وبالرغم من إنه ما قالش حاجة سمعة عيلتهم دلوقتي اتدمرت. الأب لف وراه لما حد سكته وقال له يبطل صراخ لأن ممكن حد يسمعهم، ودول كانوا الكبار. واحد فيهم قال إنه طالما قال إن البنات ما المفروضش يتعلموا لأن غير كده هيتمردوا. راجل عجوز قاعد قريب قال إنها فعلا مصيبة وعار على العيلة كلها. الكبير التالت انضم ليهم وقال إنهم محتاجين يبعتوها القرية في أقرب وقت ممكن عشان تتعلم الحكمة. فجأة راجل وشاب دخلوا الحوش، والراجل سأل لفترة وقال إيه اللي أغضب الكبار قوي كده؟ الشاب طلع أخو مان وهو سألها باستغراب وقال إيه اللي بيحصل؟ البنت لفت وناداه تاو. راجل بالغ قرب من أبو البنت وحط دراعه حوالين كتفه وقال إنه بالفعل قال لأخوه إن الكبار بيشتموا لأي سبب، وهو بيقرب ضاف وقال إنه لو كان مكانه كان هيبقى كبش فداء. بتعبير جاد على وشه بص وراه للكبير اللي قطعه بيسأل وقال إزاي يتجرأ يبقى ساخر كده؟ الراجل العجوز صرخ فيه بغضب وقال إنه هو اللي فضل يكرر عن الدراسة بره، وضاف وقال إنه مفروض يبص للي بيحصل للطفلة دلوقتي. الكبير وبقه مفتوح واسع كمل يصرخ فيه وقال إن البنت نسيت تماما كل حاجة ليها قيمة، وبعدها سأل وقال إزاي هتقابل أجدادها بعد الموت؟ الراجل بص للراجل العجوز بصرامة وسأل وقال إحنا في سنة كام؟ وضاف وقال إن تفكيرهم قديم. الكبير مد إيده الرفيعة بضوافر حادة لقدام وقال له يخرس لأن بخطابه دي بيفسد شبابهم، وبعدين بص لأبو البنت وقال له إنه رب العيلة والمفروض يقدر يعبر عن موقفه. الراجل سمع كلامه بصمت وعينيه مقفولة، وبعدين قال بكآبة إنه متفق مع الكبار. مان قربت وصرخت في وشه وقالت إن مفيش سلطة ملكية بعد كده، ومفيش قوانين بتمنع الستات من تصوير الناس. فجأة ادى البنت ألم قوي على وشها اللي خلاها تترنح، والبنت بصت بعيد بصدمة. هي وقعت على الأرض وماسكة خدها، والراجل شاور بإيده عليها وبدأ يصرخ وقال إن النهاردة هتركع قدام أجدادها وبكرة هتروح معاه تعتذر للسيد الشاب ديو. البنت لفت بتكشيرة وصرخت فيه وقالت له يبطل يخدع نفسه، لأنها عايزة تفركش خطوبتها مع السيد الشاب ديو، وإنها عايزة تفتح مدرسة للستات لأنهم كمان المفروض يحترموهم.
الأب رفع إيده تاني وقال إنه هيضطر يضربها لحد ما تعقل، بس إيده ما طاعتوش وهو بص لليمين. الزعيم كان هناك وماسك الراجل من معصمه، والبنت وهي بتبصله باستغراب قالت اسم الشاب. السيد لو فتح عينيه وقال بضيق إنه تعب من استحمال ده. أبو البنت بص للشاب بصدمة وهو بيتعرف عليه وإنه الراجل اللي في الصورة، وسأل نفسه وقال هو جه منين؟ كل اللي في الحوش اتفرجوا على ده باستغراب، والشاب كشر وقال إن الراجل قوي كفاية لسنه، بس باين إن مخه بيتحلل. الراجل كان بيعرك وهو بيسمع بصمت، والشاب بيقول إنه بدل ما يبقى جثة ماشية كان المفروض يضحي بحياته عشان مصلحة التانيين. البنت اللي قاعدة على الأرض طلبت بشفقة من الشاب يوقف. بطلنا له قال بتعبير غاضب إنه دلوقتي هيدوق طرش، والبنت اتفرجت إزاي الشاب باستخدام قدرته ضرب أبوها ضربة قوية خلته يطير في الهوا، وهي طلبت منه ما يعملش كده. الراجل وهو في الهوا بدأ يجزز بسرعة كبيرة، وشه اتملى تجاعيد، والكبار اتفرجوا على ده برعب. السيد لو كمان اتفرج على اللي بيحصل وحواجبه مكشرة. مان وياو وعملها كانوا في صدمة كبيرة، والراجل اللي في الهوا بدأ ينور تاني. البنت جريت عليه برعب، وفجأة الحوش كله نور بوميض قوي، وبعد ثانية النور اختفى وأبو البنت وقع على ركبته. الزعيم اتنهد بتقل وهو بيعدل كرافته، ومان جريت على أبوها وقعدت على ركبتها وسألته قالت لو هو كويس. هي لفت وبطلنا له قرب منهم وقال إنه بس أخد حياته ورجعها له، وضاف بابتسامة شقية وقال إنه كان عايزه يجرب العجز بالكامل. وبعدين من غير ما تفرقوا الابتسامة لف لرب العيلة وقال إنه في النهاية الراجل نفسه كان بيحب يتحكم في حياة التانيين، وضاف وقال إنه بيتمنى الراجل يحس بنفس الإحساس. الأب عرق والرعب على وشه وسمى الشاب شيطان. السيد لو بص وراه لعمه اللي قال إن أخوه قديم الطراز ومحافظ، بس هو نفسه مختلف تماما. هو ابتسم وضاف وقال إنه دايما كان بيدعم مان في دراستها، ودلوقتي بيدعم قرارها إنها ما تتجوزش، لأن ما المفروضش حد يتجوز مش عن حب. هو بص لفوق للشاب وقال إن بنت عمه بس تطلب وهو هيكون جاهز لدعمها سواء في المدرسة أو في معرض تصوير. مان بصت له وراه باستغراب، والزعيم سأل بابتسامة خبيثة وقال لو كان بجد مستعد لده. الراجل بص بتفكير للكبار الثلاث رجالة عواجيز وقفوا بصمت وكتفهم متنية، وهو قال إنه في رأيه دلوقتي مش هيعترضوا. بطلنا له بص ورا الراجل بابتسامة خبيثة على وشه. ياو كان واقف هناك وبيبصله ونده عليه باسمه وقال إنه شاطر في المالية. الراجل رجع لورا باستغراب وقال إنه ده صح، وسأل وقال إزاي عرف ده. الشاب عدل نظارته وفكر إنه كتاجر زمن بيسافر عبر الزمان والمكان عارف كل حاجة عن المستقبل، وابتسم وقال إنه مش بس عارف ده، بس كمان إن البنت والعم بصوا للشاب باهتمام. هو ربع دراعاته على صدره وخلص جملته بإنه قال إنه في المستقبل هيكون هو رئيس عيلة كونج. الأب صرخ وقال إن ده كلام فاضي. فجأة هو اتجمد من غير ما يكمل فكرته. السيد لو وقف ورا الراجل الخايف وبغضب قال إن أخوه بيربي الشباب على معايير جديدة، وفي رأيه ابنه مثالي لدور رئيس العيلة. هو بص من فوق كتف الراجل وسأله وقال لو عنده أي أفكار تانية في الموضوع ده. الراجل سمعه بصمت وبعدها قال بخجل إن مفيش اعتراضات. الزعيم حط إيديه في جيوبه وقال بابتسامة إن الوقت جه عشان يمشي، وهو مشي لياو اللي كان واقف مذهول. الولد بصله في ذهول وبطلنا له حط إيده على كتفه. هو ابتسم واسع وقال إنهم هيشوفوا بعض كمان 100 سنة. يونل بصله في عينيه بعدم فهم وسأله قال ده معناه إيه سنين؟ الشاب ما جاوبش على سؤاله وكمل وهو بيفكر إنه كان لازم يغير القصة شوية، وبعدين صحح لنفسه وهو بيفكر إنه عمل كل حاجة عشان ظهوره ما يغيرش القصة. استعلم شوية وضاف إن ده كان مجرد إجراء احترازي. هو بص وراه وهو بيبصلهم بابتسامة، اتساءى وقال لو التغييرات دي هتأثر على رئيس العيلة المستقبلي. السيد لو بص للسما المفرودة فوق شوارع المدينة الرمادية. هو قال إنه قعد هناك 10 سنين ومان ثابت صور أكتر وأكتر. عجل العجلة كان بيلف مع كلاكس هادي، وهو فكر إنه بالتدريج لاحظ إن شعره بيطير في الهوا وأطراف شفايفه كانت مرفوعة شوية، وهو بيفكر إنه لحد دلوقتي الخط الرئيسي للقصة ما اتغيرش وإنه بقى متعلق بالعصر ده أكتر وأكتر. بينما الزعيم كان بيبدل، مان كانت ماسكة في كتافه ومستعجلاه وبتقول إنهم متأخرين. هو فكر إنه أحيانا كان بيفتقد بجد وسائل الراحة الحديثة.
البنت غطت عين واحدة من تيار الهوا وبصت لظهر الشاب بالعين التانية. هي قالت إنها باين إنها هتتأخر النهاردة، وبعدين سألته، قالت لو عايز يروح معاها، وهو بيجزد على أسنانه جامد. الشاب فكر إنه مش عايز وهتستناها بره. هو رفع ركن شفايفه وهو بيفكر إنه أول ما يسيب أثر أدرك إنه ممكن يغير أقدار بعض الناس. وهو بيرفع راسه وبيبص للسما الزرقاء لاحظ في سره إنه باين إنه كل ما بقى أقوى تاريخ الماضي بدأ بالتدريج يقدم تنازلات ليه. وصلوا لمبنى رمادي متعدد الطوابق مع كذا مبنى قدام القوس. مان وقفت قصاد مجموعة من البنات وقالت لهم إن في التصوير لازم يهتموا مش بس بهيكل التكوين، بس كمان يتعلموا يفهموا تأثير الضوء. وبعدها طلبت منهم يبصوا. بطلنا له في بدلة سودة وقف جنب عمود طوب وساند ظهره عليه، وفكر إنه على الأقل قدر يغير جزء من قدر مان. وهو بيلمع نضارته ابتسم شوية ونهى فكرته بحقيقة إنه بالرغم من كده فشل يأثر على الخط الرئيسي للتاريخ. هو اتسائل وقال إيه نوع المشاكل والمعاناة اللي ده ممكن يجيبه للناس العاديين. الشاب لف للجنب محتار لما سمع صرخة عالية عن إصدار طوارئ، وراجل كان ماشي في الشارع ورزمة جرايد تحت باطه وبيلوح بواحدة فيهم. هو اتكلم بصوت عالي وقال عن حقيقة إن حصل تغيير في السلطة في عيلة كونج لأول مرة من فترة طويلة، وإيه الأسرار اللي مستخبية ورا كواليس العيلة. بابتسامة ناعمة السيد لو اتنهد بصوت عالي وهو بيفكر في إيه اللي يهم الناس التانية، هم بس يقدروا يستنوه يرجع للمستقبل. بنت قربت منه من ورا وندهت عليه بصوت عالي. مان شبكت إيديها ورا ظهرها بابتسامة حزينة راضية واعتذرت عن إنها خلته يستناها كتير. هي لحظت وقالت إن في مطعم كويس مش بعيد عن النادي. هي اتنفضت بنظرة محتارة لما الزعيم لفلها وقال بابتسامة خبيثة إنه بس كان عايز يتكلم. هما وصلوا مبنى فاتح عليه يافطة دهب، والشاب والبنت كانوا قاعدين على ترابيزة مدورة صغيرة جنب الشباك متغطية بستارة بيج غامقة وماسكين كاسات في إيديهم. مان لحظت وقالت إن الستيك هنا ببساطة لذيذ، وإنها كانت عايزة تيجي هنا من فترة طويلة جدا. هي قالت إنها قبل كده سمعت بس عن المكان ده من أخوها، وبعد ما صبوا سايل أحمر في الكاسات خبطوا كاساتهم في بعض. بق البنت اتفتح وعينيها وسعت لما بطلنا لو هناها بعيد ميلادها بابتسامة على وشه. مان المكسوفة أغمضت عينيها وحطت إيدها على خدودها الحمراء. هي قالت إنها نسيت خالص ولحظت وقالت إن الوقت بيطير بسرعة جدا. هي وطت راسها ونزلت نظرتها للأرض وقالت إنه بالرغم من إن عيلتها ما بقتش بتلومها، بس محدش حتى عايز يتمنى السعادة لمتمردة زيها، وهو بيزم شفايفه. الشاب بصمت بص لتحت لما هي ضافت وقالت إنه كان مبسوط جدا إنها معاها. مان ابتسمت بنعومة وسألته وقالت هو كان عايز يكلمها في إيه. من غير ما يرفع عينه ليها السيد لو رد وقال إنه محتاج يرجع. البنت فورا غيرت وشها واتجمدت وبقها مفتوح شوية، والشاب في البدلة السوداء ضاف وقال إنه قعد هنا 10 سنين وتقريبا وصل لحده. هو بصلها من خلال إزاز نضارته وقال إنه زي ما قال لها قبل كده هي لازم تعدي بكل الصعوبات لوحدها. مان فتحت بقها شوية وقالت إنه في ال10 سنين دول ما كانتش عايزة ترجع للموضوع ده، بس باين إن كل اللي لازم يحصل هيحصل عاجلا أم آجلا. وهو بيلمع نضارته الزعيم بهدوء بص للبنت وطلب منها تسمعه. الشاب قال إنه عمل معاهدة معاها ومد حياتها ل100 سنة. مان مالت لقدام وصرخت بصوت عالي بتطلب من الشاب ما يمشيش، وهو بيغمض عينيه نزل راسه وبص لتحت. هو اعتذر لها ولاحظ وقال إن الوقت ما بيرحمش حد، حتى اللي قدروا يتحكموا فيه. بينما البنت كانت قاعدة في ذهول. بطلنا له قام من على كرسيه وقال إنه لل100 سنة الجاية هي هتفضل قوية وشجاعة زي ما هي. وهو بيبصلها من فوق لتحت ابتسم ولاحظ وقال إن الوقت كان بالفعل حذره من كل حاجة وهو لازم يمشي. لما رفع راسه ومحيطه بدأ ينور بنور أصفر ساطع، البنت فتحت بقها واسع وصرخت بصوت عالي بتطلب منه يوقف. الشاب بس طلب منها تثق فيه في الرد، ولما النور غطى جسمه بالكامل قال إن كل حاجة كان لازم تمر بيها. دموع ظهرت في عيون مان لما السيد لو اللي بيختفي فرد دراعاته وقال إن ده هيستاهل. يوكي بورق في إيديها وقفت عند الرف وسند ظهرها عليه وهي بتغمض عينيها اتنهدت بصوت عالي، وبعدين لفتت نظرتها فجأة للجنب لما سمعت الصوت. في اللحظة دي واحد من رفوف الكتب بدأ يتحرك للجنب وكشف عن مدخل سري، وهي ملزوقة في الدولاب البنت اتجمدت وبدأت تبص ببطء. فجأة WN التعبانة طلعت من الممر. يوكي وهي حضن الملف لنفسها فورا طارت للجنب ولفتت انتباه الست وسألتها باستغراب وقالت هي بتعمل ايه هنا، ولاحظت انها كانت خايفة جدا. WN بصت للجنب وسألت زميلتها وقالت فين السيد لو، وهو بيقرب منها. يوكي لوت شفايفها زعلانة وأغمضت عينيها.
هي قالت إنه اختفى وغالبا راح يتسلى. هي لاحظت وقالت إنه رائع جدا إنك تبقى مدير. بابتسامة على وشها WN حطت إيدها على حزامها وسألت وقالت ليه هي فاكرة إنه خارج يتسلى. السكرتيرة اتجمدت برعب وعينيها مدورة لما سمعت صوت بطلنا لو بيظهر وراها. الشاب سأل وقال لو هو بجد ما كانش عنده الشجاعة يشتكي في وشه، بينما يوكي حاولت تحل الموقف بابتسامة متوترة على وشها. WN بصت للمدير الزعيم بحيرة وهي بتسأل نفسها وتقول إيه اللبس اللي هو لابسه ده وهي بتضيق عينيها. البنت وقفت بصمت لفترة وبعدين وهي بتكشر فكرت إنها فهمت كل حاجة. بينما الشمس الساطعة نورت العزبة الكبيرة، صوت عالي اتسمع في الحوش بيسأل المدير وقال لو كان بجد محتاج مساعدة. هو قال إنه النهاردة عنده أجازة، بس بانج اللي كان واقف في الحوش رفع إيديه لفوق بيغطي وشه من التراب اللي طالع من تحت عجلة عربية بتسوق بسرعة وهي بتبعد. ولما العربية مشيت، بانج بص لقدام بنظرة محتارة ووش متني وهو بيخلص كلامه بهدوء بيقول إنه عنده أجازة النهاردة. هو فكر في حقيقة إنه اشترى العربية دي من سنتين وبيتمنى إن المدير يعرف يسوق. في بيت عيلة كونج الريفي، راجل عجوز كان قاعد على كنبة صغيرة وحاطط رجل على رجل وبيقرا جورنان لما التليفون اللي على الترابيزة جنبه رن بصوت عالي. الراجل العجوز حط الجهاز على ودنه وسأل مين بيكلمه. السيد لو مسك الدركسيون بسماعات في ودنه وشعره بيطير لورا من الهوا. السيد كون كان محتار لما الشاب قال إنه هو. الراجل سأله وقال إيه اللي حصل وهو بيكمل ينور بسرعة على الطريق. بطلنا لو لما رد قال إن مفيش حاجة مميزة وإنه بس كان عايز يسلم على صديق قديم ما شافهوش بقاله 100 سنة. السيد سو والعرق على وشه بص لشاشة الجهاز بيسأل وقال ليه بيتكلم عن 100 سنة لو هم اتقابلوا الصبح؟ لما سمع ده الشاب اتفاجأ. في اللحظة دي الراجل العجوز فجأة اتجمد والمساحة حواليه اتشوهت وعينيه وسعت باستغراب وطلب من الشخص اللي على الناحية التانية من الخط يستنى. راجل عجوز بعيون مدورة بدأ يبتسم بتوتر بيقول إنه افتكر. عرق بارد نزل على خدوده لما السيد كونج اتشدم من اللي بيحصل ولاحظ وقال إن أخت مان بقالها كتير. هو صرخ وقال إن ده ببساطة مستحيل. الشاب بابتسامة راضية على وشه قال إنه بيسمع باهتمام لما الراجل العجوز كلمه. راجل عجوز فجأة قام من على الكنبة وبدأ يبرطم في تليفونه وإنه لما كان صغير في الفيديو السيد لو وعيلة هول وهم بيبصوا على الطريق. الزعيم لمع نضارته ولاحظ وقال إنهم ما شافوش بعض من فترة طويلة. السيد كونج اتجمد لما صور بدأت تظهر في دماغه من يوم ما قابل بطلنا لو لما كان لسه صغير. هو فكر في إزاي الذكريات فضلت تطلع في ذاكرته وكل مشهد كان باين واضح كأنه حصل امبارح وهو بينزل تاني على الكنبة. السيد كونج مال لقدام وإيديه على ركبه وطلب منه يستنى وهو بيبص للجنب وقال في التليفون إنه مش فاهم حاجة لأنهم قابلوه من 6 شهور. بينما العربية كملت تقطع الطريق بطلنا لو قال إن مفيش حاجة مستحيلة في الناجي الأبدي. هو لاحظ وقال إنه هيوصل قريب وهيتناقشوا في كل حاجة شخصيا بعد كده. الشاب دعا في السماعة ونهى المكالمة وهو قاعد ورا دركسيون العربية وفكر إن كل حاجة باين إنها بقت أحسن أوتوماتيكيا من ساعة رجوعه. عيون السيد لو وسعت لما كل حاجة قدامه فجأة بدأت تعوم. هو جز على أسنانه وتوتر ونقطة عرق نزلت على وشه. هو حاول يفهم إيه المشكلة وليه هو بيحس بالإحساس ده تاني. الشاب بعيون مصدومة وحواجب مكشرة اتساءل وقال لو كان الخط الزمني بقى غير مستقر. الزعيم وقف العربية وزم شفايفه وكشر باستياء. هو فكر لو كانت عجلة الزمن بجد بتحاول تقاومه. في بيت عيلة كونج لما طقم الشاي الأبيض بيتحط على الترابيزة رب العيلة هيعتذر للسيد لو ويلاحظ وقال إنه ما كانش متوقع ضيوف النهاردة. وهو بيصب سائل سخن في مج قال إن راسه فوضى تامة دلوقتي. الشاب بص للراجل العجوز بصمت بينما هو قال إنه متأكد إن بنت عمه ماتت من زمان. هو إدى المج المليان للزعيم بينما الشاب فضل ساكت وإيديه متشابكة في حجره. الراجل الأكبر غطى وشه بإيده وهو بينكر كلامه وبيقول إنها فعلا ماتت في الماضي. هو اتجمد للحظة وبعدين ابتسم واسع وحط كفوفه على ركبه وحاول يفهم إيه اللي بيحصل له وقال إنه مع السن بيبقى سهل جدا تقنع نفسك بأي حاجة، فعشان كده السيد لو ما المفروضش يهتم بده. وهو بيزم شفايفه لخط رفيع بطلنا لو رفع الفنجان لبقه ورماه على رب العيلة بنظرة مش راضية وهو بيكشر حواجبه. اتساءل وقال لو كان ده أثر جانبي بسبب التغيير في الخط الزمني. هو فكر إن اللخبطة في الذاكرة أكيد ظاهرة مؤقتة وهو بيبص للأرض من تحت جفون نص مقفولة. فكر إنه بالرغم من كده الشفاء الذاتي لمجرد إنسان عادي هيكون صعب جدا. وهو بيغمض عينيه الشاب اتنهد بصوت عالي ولاحظ في سره إن على الأقل الذاكرة ما اتضررتش بالكامل. هو بص للسيد لو اللي كان بيشرب شايه السخن وسأل وقال لو طلع إنه افتكر كل حاجة. وهو بيلمع نضارته
بص في عيون الراجل العجوز وسأل: وقال له كان يعرف إيه اللي بيحصل لأخته دلوقتي. لما سمع السؤال الراجل العجوز اتجمد وقال إنه محتاج يفكر شوية. هو وطى راسه في تفكير عميق، وبعد ثواني عينيه وسعت. في الأول قال إن مان دلوقتي بره البلد، وبعدها فورا نفى كلامه واتسائل وقال لو كانت سافرت بره أصلا. وهو قاعد على الكنبة بطلنا له كشر وربع دراعاته على صدره. هو فكر إن باين إن الذكريات اللي طلعت من العدم ما كانتش سهلة الهضم، بس هو ما كانش يقدر يستنى كل ده. ساعة جيب دهب ظهرت في كفوفه وفكر إنه هيحاول يصلح كل حاجة بنفسه، وبعدين اتسائل وقال لو يقدر يخضع لإرادتك. السيد كونج بص للشاب اللي ماسك فنجان في ايده لما السيد لو نده عليه. الزعيم ضيق عينيه وهو بيلمع نضارته وطلب من الراجل العجوز يقول له هو مين. الراجل العجوز ابتسم واسع وقال انه السيد لو مؤسس النادي الابدي. الشاب بنظره ملغيه نفى كلامه وقال انه تاجر زمن. هو فرد دراعاته للجنبين ومينا ساعه بتنور ضخمه ظهرت ورا ظهره. قال ان التغييرات في القدر دي عمايله، وكل اللي باقيله عقرب ساعه الجيب بدا يلف بسرعه كبيره والبرق بدا يشرس حواليه. بطلنا له قال ان كل اللي يقدر يعمله هو انه يتقبلهم. في اللحظة دي جسم كوالا عائلة كونج بدأ ينور بنور أبيض ساطع. هما الاتنين لقوا نفسهم في مساحة ضلمة منعدمة الوزن، وفي كرة كبيرة بتنور بينهم هما الاتنين. شعر الشاب طار من تدفق الطاقة وهو كشر وعدى النضارة بصوابعه. هو فكر إنه دلوقتي هيصلح الفوضى في الخط الزمني وهيشوف لو كان هيكون عنيد. هو ابتسم بتوتر ونقطة عرق نزلت على خده، وهو بيفكر إنه لو منجحش فالسيد كونج ممكن يتأذي. بإيد واحدة مسك معصمه ونور ساطع قاد فوق كفه. هو فكر إنه ما يقدرش يسمح لنفسه يفكر في حاجة زي كده، لأن الشاب بنظرة مفترسة ابتسم وهو بيعدل نضارته وبيقول إن كلمته قانون. لما الشمس الساطعة بدأت تنور المدينة، صوت قال إنهم لازم يستعجلوا وإلا هيكون في زحمة الظهر. بين شوارع المدينة الرمادية أصوات أطفال واضحة اتسمعت. واحد فيهم قال إن غالبا في حاجة قديمة واحدة هناك. سموه عبيط وقالوا إن كمبيوترات جديدة اتركبت هناك، وبعدين سألوه وقال لو كان جاب بطاقته معاه. الطفل جاوب بالنفي، بينما في ولد كان بيجري على السلالم. التاني واقف تحت السلالم بيقول لشومينج إنه خايف، وطلب من صاحبه ما يقلقش لأن المدرس كونج المفروض يرجع بدري النهارده. الولد اللي بكرافتة حمراء وعصابة على جبهته ابتسم واسع وضاف وقال إن في 5 أنواع من الحشرات في الكافيه ده، وصاحب المكان بيزود لحمة في الوز المقلي بتاعه. بعد ما طلع كام درجة وقف فجأة، ومينج لف وسأل وقال لو ما بيحبش الرز المقلي. الولد اللي بكرافتة حمراء جز على أسنانه جامد، وشه ضلم وكان فيه خوف في عينيه، وبدأ يقول إن هناك في قمة السلالم خالص كان في خيال أسود واقف. ست عجوزة في بدلة زرقاء ونضارة كشرت للأطفال بحواجب مكشرة. قالت إن دلوقتي بقى واضح ليها إن كل الوقت ده كانوا بيختفوا في سايبر. هي قالت لمينج إن المرة دي هو استخبى كويس. بين المباني المتعددة الطوابق بتاعة المنطقة السكنية صرخة ست عالية اتسمعت إن الولد هيكون مديون بكل رمز صيني عداه مكتوب 5 مرات. التلميذ اتصدم من ظهور المدرس هادي وهما ماشيين في زقاق صغير. الست شتمت وانج دفات وسألته وقالت إزاي يقدر يزغ من الحصة وهو عضو في لجنة الطلبة، وهو بيصرخ إن ده مش هيحصل تاني. الست قالت إنه هيكتب كل رمز صيني مرات، وبكرة هي هتتكلم مع أمه. هي مشيت في زقاق ضيق وماسكة طفلين من قفاهم. المدرس كونج سألت وقالت لو هما اللي رموا جزم المدرس وانج المرة اللي فاتت، ولما يرجعوا هي هتديهم علقة. الست وقفت لما سمعت صوت راتل بينده اسمها. هي بدأت تلف لورا محتارة، ولما شافت وش مألوف الدموع بدأت تتجمع في عينيها المصدومة. خيال شاب كانت تعرفه من زمان ظهر قدامها وسألها وقال لو كانت عايزة تاخد كام صورة. الست وقفت وبقها مفتوح شوية وبصت بعيون مصدومة للراجل اللي واقف في الزقاق. بطلنا له سلم على مان بابتسامة ناعمة على وشه، ولاحظ وقال إنهم ما شافوش بعض من زمان. الدموع كملت تتجمع في عينيها وهي بتحاول تكمل كلامها. الشاب كان بيقرب من معرفة قديمة وبيقول إنه عارف عنها من رئيس عيلة كونج، وفورا جري يدور. ولما وقف قدامها الست كانت لسه ساكتة، والسيد لو ابتسم برضا وسألها وقال إيه اللي حصل لها. سألها وقال لو كانت نسيته خلاص. مان وبقها مفتوح شوية باستغراب بدأت تقول إن وشه مكشرة حواجبها. المدرسة اتجمدت بنظرة خايفة لما شاب بوش بشوش سألها وقال عاملة إيه؟ مان حضرت نفسها بدراعاتها وبعدت لورا ولفت وشها عن الشاب وطلبت منه ما يبصلهاش، ولاحظت وقالت إنه ما اتغيرش خالص. التلميذين بصوا لبعض والأولاد طاروا وجريوا وبيصرخوا قالوا إن الوقت جه عشان يمشوا من هنا، وهو بيبص لهم بطلنا لو ورفع لكن شفايفه. الأطفال جريوا بأقصى سرعتهم وهم بيلوحوا بدراعاتهم، وفي لحظة واحدة اتجمدوا فجأة. السيد لو وإيده بتنور بنور ساطع ضحك ولاحظ وقال إن تلامذتها كانوا بيفكروا بسرعة. وهي بتلف في اتجاههم الست ابتسمت بنعومة ولحظت في سرها وقالت إن دي طريقة كويسة، وهي بتضم شفايفها جامد مع بعض. انتعشت لما الشاب مال شوية في اتجاهها وسألها وقال ليه بتفضل تلف وشها عنه. المدرسة وجهت نظرة خايفة في اتجاهه ونقطة عرق نزلت على وشها. هي طلبت منه ما يندهش للست العجوزة باسمها لأنه بيبان غريب جدا. الزعيم ابتسم بتوتر ولاحظ في سره وقال إنه بجد ما كانش فكر في ده.
هو رفع كفه المفتوح لوشه وقال إنه فهم كل حاجة وهي بتضغط شفايفها اللي بتترعش في خط رفيع. الست اتنفضت والزقاق الهادي نور بنور أبيض ساطع. بطلنا لو بدأ يحرك كفه في الهوا بابتسامة على وشه، ومان اترفعت في الهوا وعينيها لمعت. الشاب فكر إنه من ساعة ما مشي بالرغم من الضغط من المجتمع، هي لوحدها قدرت تفتح مدرسة وتجند طلبة وتنظم معرض تصوير. هو كمان لاحظ في سر وقال إنه خلال سنين الحرب هي كمان رفضت مساعدة عمها. وش مان اتفرد والشعر الرمادي تاني أخد لونه الأصلي. السيد لو فكر إنها لقت ملجأ لمئات الطلبة في القرية، وكانت في هونج كونج جربت حاجات كتير بره ورجعت تاني عشان تبقى مدرسة. وهو بيضيق عينيه بيحلق في إزاي جسم البنت كان بينور بنور أبيض ساطع. هو فكر إن كل سنين المعاناة والعذاب دي كانت تستاهل. وهو بيغمض عينيه، الزعيم اتنهد بصوت عالي وربع دراعاته على صدره وبص للبنت وسلم عليها تاني. الشاب مان بصت له وعينيها واسعة باستغراب. المدرسة المكسوفة بصت لكفوفها المفتوحة وسألت وقالت لو ده بجد تجديد شباب. هي لفت نظرتها لبطلنا لو لما نده اسمها وقابلت وشه الراضي. هو عزمها تيجي معاه وقال إنه هيوريها النادي الأبدي. لما سمعت ده البنت ابتسمت واسع وبفرحة سألت وقالت لو ده النادي اللي حكالها عنه. وبعدها بلحظة مان فجأة اتجمدت وبقها مفتوح شوية. الشاب كان محتار لما شاف رد فعلها. هي وطت راسها وبدأت تقول بهدوء إن السيد لو كان متفاجئ جدا وعينيه وسعت لما قالت إنها ما تقدرش تعمل كده. هو سألها وقال ليه؟ الشاب ما نزلش عينه من عليها ولاحظ وقال إنها دايما كانت عايزة ده، وسأل تاني وقال ليه هي بترفض. مان ابتسمت بنعومة ووطت راسها وبدأت تحكي إنها في المدرسة دي المدرسة الوحيدة للغة والأدب. البنت لفت لمعرفتها القديمة وقالت إنها ما تقدرش تسيب الأطفال دول، وبعدها طلبت ترجع شكلها القديم وإلا الأطفال هيخافوا. الزعيم زم شفايفه الخط رفيع وما بعدش نظرته اللي مش مفهومة عنها. في المكتب كان فيه رف عليه كتاب، وعلى الترابيزة كان فيه لمبة مكتب سودة. الشاب قال إن بمعرفتها بالأدب والثقافة الصينية هي ممكن تبقى دكتورة في جامعة. وهو بيبص من الشباك لملعب الكورة للأطفال بيلعبوا فيه، قال إنه ما توقعش خالص إنها تكون مدرسة لغة في مدرسة ابتدائي وهو مربع إيديه. بطلنا لو وقف جنب الشباك ولاحظ وقال إن ده فعلا أسلوبها. الست العجوزة كانت قاعدة على مكتبها بتاخد ملاحظات، وقالت إنها مطلوبة هنا لأن دي مدينة صغيرة في نص اللا شيء، وعشان كده قليل من المدرسين اللي مستعدين يشتغلوا هنا. السيد لو وط راسه وهو واقف بجنبه ليها وبيسمع كلامها إن في طلبة قليلين هنا ومعظمهم أطفال متسابين. من غير ما تشيل عينيها من الكشكول الست ابتسمت بنعومة ولاحظت وقالت إنهم بالرغم من إنهم ما اتولدوش في أراضي غنية، بس الأهم وهي بتقفل الكشكول حطت إيديها على الترابيزة وقالت بابتسامة إن كل طفل المفروض يكون عنده فرصة إنه يتعلم. وبعدين سألت الشاب وقالت إيه رأيه في ده؟ هو وجه نظرته ليها بيفكر في صاحبته وهو شايفها دلوقتي وبيفتكر مان الشابة. هو لاحظ في سر وقال إنها بجد بقت مدرسة. هي بصت ناحية الشباك اللي كان على حافة قصرية ورد أخضر وقالت إنها دايما كانت عايزة تساعد الأطفال اللي محتاجين تعليم ولسه شغالة على ده. الخطوط اللي في وشها عمقت وهي بتقول إن ده السبب إنها عايزة تفضل هنا. الست بصت لفوق للزعيم وسألته قالت لو يقدر يفهمها. الشاب رمى نظرة للجنب ورا وهو لمع عدسات نضارته وبدأ يقول إنه لما قابلها هي قالت إنها عايزة يكون عندها حرية الاختيار. وهي قاعدة على الترابيزة الست أغمضت عينيها وابتسمت واسع لما بطلنا له بصلها بابتسامة خفيفة وقال إنها دلوقتي عملت اختيارها الخاص. هو زم شفايفه وكشر حواجبه وهو بيفكر إنه ما جابش سيرة حاجة، لأنه لو قابلها ده معناه إنها ما كانتش زي التانيين، والسنين دي بشكل ما وصلتها ليه. ولما مان سندت على الكرسي والسيد لو سند على الحيطة بدأوا يدردشوا. الشاب لاحظ وقال إنه مش سهل التعامل مع الأطفال، والست ردت وقالت إن دي كلها توافه. بس في سنة تالتة الزعيم كان بيفكر إن النادي الأبدي يقدر يستناها شوية. فجأة باب المكتب بيزيق وخيالي راجل بيظهر اللي بيسلم على المدرسة بصوت عالي. راجل مبتسم لابس اوفرول دخل المكتب وهو بيرفع ايده وسأل الست وقال لو كانت شافت بنته. ولما شافوا بطلنا له كان محتار، ومان وجهت نظرتها للضيف وسألته وقالت لو كان أبو نان. الشاب ضيق عينيه وزم شفايفه لخط رفيع وهو بيفكر إنه شافه في حتة قبل كده. وبعدها بلحظة عينيه وسعت باستغراب وفكر إن ده ببساطة مستحيل يكون ذكرى طلعت في دماغه لإزاي هو مرة قعد في كافيه مع راجل مشرد كان محتاج فلوس. هو اتعرف على تشانج جي أوكسان القديم وهو بيلوح بإيده. تشانج جي أوكسان ابتسم واسع وبين أسنانه وقال إنه شاف إن الأطفال التانيين بيخرجوا من الفصول، وسأل المدرسة وقال لو نان لسه هناك ولو يقدروا يساعدوه يلاقيها. وهو واقف ساند على الحيطة ومربع ايديه الزعيم بص للراجل وهو بيفكر في اللي قراه قبل كده في التقرير إنه لقى شغل بس باين إنه مش فاكره.
هو ابتسم برضا وفكر إن تشانج جي أوكسان ممكن يعتبر أكتر عميل متهور عنده. الراجل وجه نظرته باستغراب لتحت لما اتنده جنبه كانت واقفة بنت صغيرة لابسة فستان بينك وشنطة حمراء على ظهرها، ولما سألوها وقالوها كانت فين، البنت ردت وقالت إنها كانت بتراجع الواجب. جاء أوكسان نزل على ركبه ومسك كتف الطفلة بإيده وشاور بصباع لفوق بالتانية، وقال إن نان لسه صغيرة وعشان كده من المفروض تلقيد نفسها، وعموما في سنها هي بس محتاجة تنام وتاكل عشان تكبر بصحة كويسة. وهو بيزم شفايفه لخط رفيع، السيد لو اتفرج باستغراب بيتساءل وقال لو دي البنت اللي هو تبناها. الشاب لمع عينيه اللي ظهر قدامها مينا دهب وبعدين اتجمد بصدمة. هو شاف إن نان اللي عندها سنين فاضلها شهور ويوم واحد عشان تعيش. بطلنا له فتح بقه شوية وهو بيبص الرقم 6 واتساءل وقال لو الطفل ده بجد فاضله شهور بس عشان يعيش. جاء أوكسان بص جوه المكتب تاني بشك، وهو بيلف عشان يمشي ابتسم ولوح بيعتذر للمدرسة على الإزعاج وبيقول إنهم لازم يمشوا. وهي بتبص الخيال الزعيم المضلم، مان قامت من على الترابيزة وسألته وقالت إيه اللي حصل. هي سألته وقالت لو كان شاف حاجة. الراجل اللي في الباب رمى نظرة جانبية لورا لما الشاب بدأ يقول إن الطفل ده وهو بينزل حواجبه. السيد لو قال بنظرة حزينة إن البنت ما فاضلهاش كتير عشان تعيش. لما سمع ده جاء أوكسان كان مذهول وهو بيجز على أسنانه، لف للشاب بوش غضبان وبشراسة سأله وقال إيه الكلام الفاضي اللي هو بيقوله ده. صرخة عالية اتسمعت من شبابيك المدرسة بتطلب من جاء أوكسان يتمالك نفسه. مان وقفت بين الراجلين ومدت إيديها لقدام وبتصرخ وقالت إنهم في مدرسة دلوقتي وهو المفروض يهدى. وهو بيكشر حواجبه بطلنا له بص للراجل الغضبان اللي كان بيكشر عن أنيابه وفكر إنه بيفهمه من رد فعله. عرق بان على جبهة الراجل وهو بيكرر سؤاله وقال إيه الكلام الفاضي اللي هو بيقوله ده، وبعدين بدأ يهدد إنه هيكسر أسنان الشباب كلهم. في اللحظة دي وهي ماسكة إطار الباب كانت واقفة بنت صغيرة والخوف على وشها. الزعيم بص لجاء أوكسان بنظرة بعيدة وسأله وقال لو كان فاكر هو مين. الراجل نزل حواجبه وزم شفايفه وعرق بارد بدأ ينزل على وشه لما أطراف شفايفه بدأت تنزل. لف وكشر عن أنيابه وطلب يسيبوه في حاله، وهو رايح للباب قال لبنته إنهم ماشيين. مان المصدومة بصت للسيد لو وسألته وقالت إزاي يعرف الشخص ده. بطلنا له أغمض عينيه المتعذبة شوية وقال إن ده كان عميله القديم. لما الراجل والبنت خرجوا بره نان سألت وقالت مين جاء أوكسان، اللي الأب رد باختصار وقال إنها من المفروض تنساه. كانوا ماشيين في شارع المدينة لما جاء أوكسان سأل بنته وقال لو كانت عايزة سمك للعشاء. هو سكت ورمى نظرة جانبية لما اسمه اتنده فجأة، وشاف بطلنا له واقف قريب بابتسامة وإيديه في جيوبه. الشاب سأله وقال ليه قرر يمشي بسرعة كده، ولاحظ وقال إنهم أصحاب قدام. جاء أوكسان بصله بخوف في عينيه وهو بيرفع ركن شفايفه، والسيد لاو قال إنه بصراحة كان متفاجئ شوية إنه كان في الماضي. هو اتجمد وعينيه متفاجئة لما الراجل فتح بقه وصرخ بصوت عالي بيطلب منه ما يتكلمش عن ده. هو نزل عينيه وبتوتر طلب يتكلموا في ده بس مش قدام بنته، بينما البنت الصغيرة كانت ماسكة رجل بنطلون أبوها بخوف. هو قال إنه طول ما الزعيم ما بيتكلمش في ده فهو لسه عنده شوية أمل وهو مد ظهره ليه. جاء أوكسان لاحظ وقال إن الشاب عنده قوة ممكن تجيب بس الحزن للناس العادية، فعشان كده هو مش عايز يتكلم في ده. وهو بيبصله من تحت حواجبه بطلنا لو لمع نضارته وقال إنه يقدر يساعدهم. الراجل زم شفايفه لخط رفيع وفضل ساكت وهو بياخد بنته من إيديها، مشي لقدام وساب تاجر الزمن لوحده وودعه. السيد لاو بص وراه بعيون مكشرة ومتضايقة. الأب وبنته دخلوا كافيه كان فيه ناس كتير وطلبوا وجبة فراخ برز وبيضة مسلوقة. جاء أوكسان ابتسم وهو بيبص لظهر البنت واعتذر عن إن مفيش سمك في الكافيه والنهاردة هي هتضطر تاكل فراخ وهي بتزم شفايفها وبتوطي راسها. نان قعدت ساكتة، ولما شاف شكلها الزعلان الراجل بابتسامة على وشه بدأ يقول إن بكرة أكيد. البنت لفت بهدوء لأبوها ورفعت وشها الأحمر وهي بتبعد نظرتها عن عينيها اللي كانت مليانة دموع، وسألت وقالت لو كان بجد إنها هتموت قريب. لما سمع الكلام ده الراجل اتصدم بوش غضبان وقلقان. هو مسك نان من كتافها وبدأ يسألها بغضب وقال لو كانت بجد مصدقة الراجل ده. هو صرخ وقال إنهم أكيد هيعالجوها وكل حاجة هتبقى كويسة معاها. البنت بصت لتحت بوش كئيب وقالت بحزن إن عندها مرض نادر في القلب وإنه ملوش علاج. عيون الراجل وسعت وسأل بقلق وقال مين اللي قال لها على ده، ولاحظ وقال إن الدكتور ناقش الموضوع ده معاه هو بس. من غير ما ترفع عينيها الزعلانة لأبوها نان ردت وقالت إن أهلها القدام قالوا لها على ده. في الليلة دي
جاء أوكسان اتجمد وبقه مفتوح شوية برعب لما سمع إن لما أهلها تخلصوا منها في نفس اليوم أمها طبخت دبابيس فراخ برز. الطفلة لفتت نظره محتارة للراجل لما بدأ يقول إن في شخص عظيم واحد في العالم. الخيال الأسود بتاع الزعيم وقف ورا الناصية وسمع جاء أوكسان وهو بيتكلم عن إزاي الحاكم ده بيدي الأطفال صحة وسعادة، ودلوقتي هو اختار نان نان. البنت المتفاجئة بابتسامة كبيرة سألت بصوت عالي وقالت لو ده بجد، وبعدين سألت وقالت هو مين؟ الأب بدأ يقول إنه بيتسمى وهو بيغمض عينيه، والسيد لاو اتنهد بصوت عالي بينما الراجل ابتسم بيحاول يخبي الدموع اللي اتجمعت واستعرض عضلاته وهو بيقول إن اسمه البطل العظيم سا. هو صرخ وقال إنه هيساعد نانان. لو عيطت يا عزيزي من المشهد اللي فات زيي ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت بتوقيت المشهد، ويلا بينا نكمل. ابن ست معاها ملف في ايديها كانت ماشية على سلالم المدرسة. راجل اللي لسه ناضج فتح الباب ودخل المكتب والطلبة اتجمدوا وهم بيبصوا لها باستغراب. المدرسة كانت متفاجئة جدا من انتباه الكل والتنهيدات المعجبة. واحد من الطلبة ضحك والتاني سأل المدرسة بابتسامة وقال باين إنها صغرت لما بدأت تحط مكياج. الست بصت له بصرامة وأمرته ينهي العرض ده، وبعدين أمرت الكل يفتحوا صفحة وهي نفسها فكرت إنها لسه ما رجعتش تماما لشكلها القديم. الأولاد ضحكوا وقالوا إن حتى جدتها باين إنها صغرت، غالبا المدرسة بتاكل نودلز بس. مان سمعت بذهول لكلام الطلبة، واحدة قالت إنك محتاج تاكل جزر، وأم التانية قالت إنك محتاج تاكل سبانخ، والتلميذ التالت قال إنه عايز يروح الحمام. الست كشرت حواجبها وهي بتسمع الأطفال بيتكلموا عن إزاي هي أكيد كلت فاكهة سحرية وبقت ناعمة ومفرودة. طالب تاني قال إن أبوه بيقول إن الستات الحلوين ما المفروضش تثق فيهم، وطالب تاني سأل وقال لو هيخرجوا يتمشوا بالليل. ما قدرتش تستحمل والمدرسة غضبت وصرخت في الفصل كله يسكتوا ويفتحوا صفحة. الولد اللي في التخت الأخيرة ضحك وقال إنها أحيانا بتخوفه وصاحبه بيضحك ووافق. بطلنا لاو واقف عند الشباك وسمع مان بتزعق لتلميذ اسمه دانج عشان يسمع أول فقرة غيبا واللي الطفل صرخ باسمها. الشاب بص من الشباك وفكر إنها مش بس بتدرس كويس بس كمان بتعرف تسيطر على الأطفال الأشقية. فجأة هو لاحظ حد. دي كانت نان نان اللي كانت قاعدة في التختة الأخيرة. البنت كانت قاعدة ومغمضة عينيها وكان واضح إنها حاسة بتعب. الشكل الذهبي بتاع المينا ظهر في عيون السيد لاو واسمها ظهر فوق راس البنت باين عليها الإرهاق. العمر شهور ويوم وساعة ودقيقة وثانية عشان تعيش. الشاب راقبها بعناية من الشباك. فجأة نظرته بقت متفاجئة جدا. حول نظرته للكتابة الحمراء لأن كمية الحياة في الكتابة اللي فوق راس ننان قلت وبقت دلوقتي ساعة ودقيقة. الزعيم بص بصدمة وهو بيتسائل ليه الوقت بيخلص بالسرعة دي. جرس المدرسة رن عشان يعلن نهاية الحصص، ومان اللي كانت واقفة عند مكتبها قالت إن الدرس خلص للنهاردة والطلبة شكروها. ولد طلع كورة كفر من شنطته وبيوريها للتاني وبيسأله وقال لو عايز يلعب كورة، واللي صاحبه بحماس سأله مهال جاب الكورة منين وطلب يشوفها. التلميذ رجع لورا وقال له يشيل إيده وبالغلط زق ننان اللي كانت وراه. الولد لفلها ورفع إيده بيعتذر عن الخبطة، والبنت وقفت متنية وغرقانة في العرق وماسكة صدرها. الولد نده عليها باستغراب بيسأل وقال مالها. مان اللي كانت بالفعل قربت من المخرج وواحد من الطلبة لفوا لما سمعوا صرخة إن ننان بيجيلها نوبة. فجأة هم رجعوا لورا من مدخل الفصل لأن دكتورين اقتحموا المكان بيصرخوا وبيقولوا فين المريض وكانوا بيطلبوا يوسعوا لهم. بطلنا لو بص لده وقال إنه اتصل بإسعاف وبطأ الزمن في المنطقة دي. هو وقف عند الشباك ولف للست بكلمات إن حصل خلل في قدر البنت دي ودلوقتي فاضل لها يوم واحد بس تعيش. مان بصت له باستغراب وسألت وقالت تاني يوم بس؟ في مبنى الإسعاف الإزاز الدكتور اللي ماسك كليب بورد في إيده اتنهد بتقل. جاي أوكسان كان بيجري في ممر العيادة لابس لبس شغل برتقاني وخوذة صلبة. الدكتور قال إن النوبة حصلت بسبب إن الطفلة ما تلاقتش علاج مناسب لفترة طويلة وكمان ما أخدتش الأدوية اللازمة. الأب بالتبني جري في الممر وهو بينهج من السرعة، والدكتور سأل وقال فين الأهالي؟ إزاي يقدروا يأخروا حاجات زي دي؟ الدكتور ومان والزعيم لفوا وبصوا للأب اللي بيجري واللي كان بيصرخ بيسأل وقال البنت عاملة إيه؟ لما شاف تاجر الزمن الراجل صرخ بغضب إنه هو تاني وماله عمل إيه لنان. في الرد السيد لو ضربه بنيف فكه بكل قوته، وجاي أوكسان وقع من الضربة دي وخوذته طارت من على راسه. الدكتور مد إيده في إشارة توقف وقال إن المستشفى مش مكان للخناقات، ومان بصت للشاب بلوم. الراجل لمس وشه بإيده وهو بينهج وقاعد على الأرض، وبطلنا لو وقف جنبه وسأل وقال لو هدي. وهو بيبص لتحت للراجل وبيقفل قبضته، الشاب اللي شعره غامق قال إن الدكتور قال إن البنت محتاجة عملية يمكن يسمع منه. في مبنى العيادة جي أوكسان كان قاعد على الأرض وبطلنا لو جنبه وقال إن البنت دي فاضلها ساعة تعيش. الدكتور طلب من الزعيم ما يتسرعش لأن الموقف محتاج نهج احترافي.
مان اتفاجئت لما شافت الدكتور اتجمد كأنه بفلتر أبيض واسود. ساعة جيب لمعت في كف تاجر الزمن وجي أوكسان لفله وسمع الدكتور بيقول إن العملية لازم تتعمل فوراً. هو لف بانفعال لما السيد لو كمل كلامه وقال إن العملية غالية، وهو بيبص لعميله القديم. الشاب سأل وقال لو لسه عنده مدخرات باقية بعد صفقتهم. جي أوكسان بصله مسكون وضحك وقال إن الشاب صح. الراجل بدأ يعيط وبيقول إنه نكرة. جي أوكسان بص باستغراب ودموعه بدأت تقول إنه دايما خالي البال وبيحب الحرية، لأن شخص واحد بياكل فالعيلة كلها بتاكل. الزعيم بصله وسمع إنه لما كان معاه فلوس صرفها وعمره ما خطط للمستقبل. جي أوكسان قفل قبضته وشتم وقال إن دي كام شهر سعادة بس ما تبقاش قرش. الراجل مسك راسه بيعيط وقال إنه لما ننان نادته يا بابا هو اتغير. كمل يقول إنه متأخر وجز أسنانه وهو بيقول إن حالتها بتسوء وهو مش قادر يعمل حاجة. الراجل صرخ والسيد لو أغمض عينيه وقال للراجل إنه لسه عنده مخرج. الشاب قال إنه ما يمنعش يسلفه فلوس. جي أوكسان بصله بشفقة وسمع إنه كريم. الشاب بص بحزم واستنتج إن ده مش ببلاش. الراجل رفع راسه بيسأل وقال عايز إيه؟ السيد لو بابتسامة خبيثة سأل وقال لو أبوها مستعد يبدل وقته بالفلوس دي ولا هيكمل يشيل طوب، والاختيار بتاعه. الشاب ربع دراعاته وضاف وقال إنه مش عايز يضغط عليه. جي أوكسان سمع بذهول وإنه فاهم إن البنت مش بنته. نزل راسه وأكد وقال إنها من عيلة ما يعرفهمش، بس وهو بيرفع وشه المليان دموع صرخ وقال إنها عملته كأب، وده معناه إنها بنته. عند باب العمليات اتسمع راجل بيصرخ بيطلب مساعدة. كان في ناس في اللوبي وجي أوكسان قعد ساكت في قلق. مان طمنته بكلمات إنه مش محتاج يقلق والسيد لو هيكون كفاية، واللي الأب اتنهد عليها. هو لف راسه للشاب وفكر في تكلفة العلاج اللي بعد كده وبيتمنى وقته ما يكونش ملوش قيمة. الزعيم وقف عند الشباك. جي أوكسان بص للشاب وفكر إنه من سنتين لو سمعه واستثمر الفلوس ما كانش هيكون في الحيرة دي. هو بحزن بص بعيد وفكر إنه كان هيعالجها من زمان، بس منين هيجيب علاج الندم؟ هو كان في مطعم وطلب نودلز ببيضة وعيدان أكل وإزازتين بيرة. الملك الأصلع اللي باتش على عينه سأل جي أوكسان وقال جيت هنا وما نمتش طول الليل؟ الراجل المنكوش رمى إيديه وقال إنه عارف مباهج الحياة الفاخرة بس لازم تنزل على الأرض، وفكر إن الناس بتقل في مطعمه. الملك المهان حط إيديه على وسطه وتنهد بيسأل وقال فاكر نفسه إيه ومفيش فلوس؟ جي أوكسان استرخى ورد بابتسامة وقال أيوة، بيعمل غني وهو أعمى ولايقين على بعض، وضاف وقال يبطل كلام لأنه جعان. الراجل المنكوش شاف بنت بشعر منكوش وفستان متوسخ، والمالك قال لحسن الحظ جاله زبون تاني. جي أوكسان كان قاعد في مكان رخيص وبنت قصاده. هي بصت لقدام منهكة، وجي أوكسان فكر هيعمل إيه وهي قعدت هنا. لف للبنت وهي ندهت له وقالت إنها جعانة. الراجل المنكوش بصرها باستغراب وهي كملت تقعد بخجل. الراجل غضب وقال ماله هم ما يعرفوش بعض ومش أحسن تدور على أهلها؟ طبق همبرجر وبطاطس ظهر وهو سمع إن البنت بتلف في الشارع بقالها أسبوع. المالك وفي بقه سيجارة قال صعبت عليه واداها عيش بس ما توقعش تيجي كل يوم. الراجل حط فراخ مشوية وقال إنه مش فاعل خير وسأل عن أهلها. جي أوكسان بص للأكل وفكر إن المالك لسه بخيل، وسمع إن في الشارع قالوا البنت مش يتيمة وعندها مشاكل في القلب. الطفلة بصت للفراخ والمالك قال إن أهلها مهتمين بأخوها الصغير ورفضوا علاجها. الراجل اللي باتش جز أسنانه وقال إن أهلها بيتمنوا تخبطها عربية وأهل زي دول ملهمش لازمة. بابتسامة ساخرة جي أوكسان لف للراجل وقال إنه ما كانش فاكر قلبه حنين وإنه زي الملاك وكريم. الراجل بصله باستياء وقال له يخرس لإنه طباخ عادي. جي أوكسان لوح بدبوس فراخ وصرخ وقال إنه طباخ درجة أولى وهيبقى عظيم لو جاب بيرة. الملك بصرامة قال إنه لازم يدفع له يوان. جي أوكسان مسح بقه وسأل وقال عليه كام دلوقتي؟ بس هو ما طلبش ده. الراجل بصله بصرامة وقال إن الأكل على الترابيزة بالفعل وهو رافض يدفع. في الشارع المنور بيافطات نيون صرخات اتسمعت بتطلب فلوس وبتقول دي سرقة. جي أوكسان مشي حافي في شارع قذر وشتم وقال لازم يدفع فاتورة السايبر ولو الراجل ما ضربوش كان قتله. فجأة بص حواليه والبنت المنكوشة مشيت وراه. الراجل بصلها وسأل وقال لو ماشية وراه ما تخليهاش تبصله كده. البنت كشرت وقالت إنها رايحة بيتها وجي أوكسان لف وشه وقال ما المفروضش تمشي وراه. البنت زمرت والليل نزل والقمر بينور. كان نور خافت وجي أوكسان اتمطع بيضحك وبيقول ده عظيم ودلوقتي ياخد حمام ويعمل مساج. ولع سيجارة وسمع صرخات بتطالب كعرف هي فين وهل بتحاول تغضبها. الست هزت البنت بتسألها وقالت لو بتاكل حاجة من وراها وما سمعتش الأعذار البنت وهي بتصرخ وقالت إنها كدابة. جي أوكسان بص باستغراب وأدرك إنها الشحاتة دي.
الست بنظرة متوحشة صرخت وسألت، وقالت لو ما قالتش تشارك مع أخوها وهي ما فاضلهاش كتير تعيش، وليه ما تبقاش حنينة، وده بسببها وبسببها بابا غضبان. نان ردت وقالت إنه مش باباها والولد مش أخوها. الست بصت لها بصدمة، وجي أوكسان اتفاجئ بصوت ضربة، والبنت طارت ووقعت بتغطي راسها. الست المجنونة صرخت عشان تسحب كلامها، وقالت هي زي الشخص ده وندمانة ولدتها. هي لفت لما سمعت شتيمة قالت لها تخرس. جي أوكسان شاور عليها وسألها وقال أي نوع أمهات دي. البنت بصت له بشفقة، والست غضبت وسألت وقال مين هو وخليه في حاله. جي أوكسان رد وقال ما يهتمش بعيلتهم، بس بيزعقوا وبيقولوا كلام فظيع. الأم صرخت بتهينه إنه مش فاهم حاجة، والراجل بصلها وقال ما في حاجة تتفهم، وهي ست ساقطة سابت بنتها عشان حبيبها. الست اتخرست، وجي أوكسان صرخ بيسأل وقال الست الساقطة بتولد ومش بتهتم، والآباء اللي زيها المفروض يتعدموا. الأم صرخت وقالت بما إنه مثالي ياخد يربي البنت، واللي الراجل صرخ أعلى وقال هيكبر وهو عنده أيام. نان بصت ليهم بصدمة، وجي أوكسان لخص إن ده بدأ بعفوية. بطلنا لو بكآبة سمع، ولو مان سألته بصدمة وقالت أهل نان ادوله الطفل بتاعهم كده. جي أوكسان قعد ورد وقال إنهم ما منعوش يتخلصوا ومبسوطين لقيوا عبيط زيه. الشاب سأل وقال لو ندمان، والراجل رد وقال إنه ندمان وهو بيلف وشه، وفكر بضحكة إنه كان هيسيبها لو ما تعلقش بيها. السيد لو بصله وعلق وقال ما كانش ذكي. جي أوكسان فضل مشبك إيديه وقال حاسس كأنه مكسور، والخطرة ما دخلهمش السايبر. نان بصت له لما سمعت إنه ما قدرش يقدم إثبات، فعشان كده قعدوا في فندق بيوان. جي أوكسان سند ظهره وقال بيحاول يشتري حاجة لنان، وافتكر عيون صاحب المطعم لما اشترى لها آيس كريم لأنه غالي. الزعيم بصله وسأله وقال لو فكر يسيبها. جي أوكسان سأل باستغراب وإنه كان هياخدها للشرطة. الرجل قعد وقال للي بيكلموه إنها سألت وقالت لما طيبته تخلص هيرجعها. بطلنا لو بص وقال إنه متفاجئ، وجي أوكسان قال لما يبقى عنده ولاد هيفهموا. السيد لو فضل ساكت. جي أوكسان زعل وقال ما كانش قادر يدفع تمن العملية. هو بص بحزن وقال مش أحسن يستخدم حياته اللي ملهاش قيمة؟ الزعيم فتح عينيه وعدل نضارته ووافق. نان سألت وقالت لو رايح، وساعة نورت فوق كف الشاب وقال إنها سمعت والراجل عايز يعمل صفقة ومفيش سبب يرفض. وسأل جي أوكسان وقال لو بيقول صح. العامل نط وبيصرخ جاهز. بطلنا له رمش وقال على حسب القوانين هياخد وقت. نقش أحمر ظهر بيبين إن جي أوكسان فاضله سنة وشهور وأيام ودقيقة. السيد لو قال هياخد سنين، وسأل وقال هل ده كويس؟ جي أوكسان بصله وقال ياخدهم. الراجل طار قدام تاجر الزمن وسأل وقال لو عايز يعرف فاضله قد إيه. جي أوكسان ابتسم وقال مش محتاج، وما كانش عايز يزعل نان لو فلتت منه بره. وبينتقل المشهد لغيوم بيضة كانت بتعوم في السماء، ولو بالغلط سابه يفلت بره الشباك. بطلنا لو بص بثقة وفضل ساكت، وساعة جيب ذهبي بتلمع فوق كف إيده. راجل اسمه جي أوكسان واقف على الأرض بيبص لإيديه وسأل بتعجب هو ده كل حاجة ومفيش حاجة اتغيرت؟ لف بخضة وسأل الولد لو حياته بجد بقت أقصر بس ما كانش في حد في الطرقة خلاص. والراجل سأل بتفاجؤ هو راح فين؟ وفي نفس الوقت ومحلول متعلق جنب سرير المستشفى. بطلنا لو قال إن صعب تقول لو البنت كانت محظوظة وهو كان واقف جنب السرير والبنت نان نايمة. وكمل إن ممكن يكون العكس، البنت كانت لابسة كاب المستشفى وشفايفها كانت ناشفة جدا. لو قال إنه هو وباباها لسه عاملين اتفاق وهو بيبتسم برضا بص للبنت النايمة. فجأة نان فتحت عينيها وقعدت على السرير وبصت للولد بتفاجؤ وسألت بانتباه هو أنت نفس الساحر اللي بابا اتكلم عنه؟ بطلنا لو ظبط نضارته وهو بيبتسم وقال إنه ساحر وعنده سحر حقيقي. وكرة طاقة ذهبي ظهرت فوق كف إيده ووراها للبنت وقال إن دي دواء سحري يقدر يعالج مرضها. نان بصت للكورة بإعجاب وابتسمت ابتسامة عريضة وقالت إنها جميلة جدا وممكن تلمسها. بطلنا لو مد الكورة ليها والبنت مدت إيدها وهي بتطلع زفير بإعجاب. الولد قال للبنت إنها لو لمسته هتدفع تمنه. كرد على ده البنت صرخت إنها مش عايزة وحتى رفعت إيديها لفوق عشان ما تلمسهوش. لو ضحك وحاطت إيده على بقه وقال إن ده مضحك. فجأة بص للبنت وتفاجئ،
نان لفت وشها بحزن وقالت إنها ما تقدرش تشتريه لأن ده غالي جدا. بطلنا لو ربع إيديه وقال إن بضاعته فعلا غالية، بس يمكن باباها يدفع. البنت شاورت بإيديها بالرفض وقالت إن لأ، ما تقدرش تطلب منه أكتر، ووطت ظهرها وقالت بحزن إن بابا بيشتري لها كل الحاجات اللي هي مش عايزاها عشان ما تصعبش الأمور عليه تاني. لو بصلها باهتمام واستغرب ليه هي مش عايزة تطلب من باباها، وسألها بصوت عالي إزاي مش طبيعي إن الأب يصرف فلوس على بنته. نان ضمت شفايفها وبعدين جاوبت بحزن ووطت عصها وقالت إنها مجرد طفلة هو جابها من الشارع. بطلنا لو بصلها بتفاجؤ بيفكر الطفلة دي مرت بإيه، لأن اللي قالته كان مش مناسب لسنها خالص. الطفلة بقت كئيبة وقالت إنه أخدها تعيش معاه، ولو هو تعبان بسببها ممكن ما يقدرش يتحمل، وكان في زنابق بيضة جميلة في الأوضة. البنت قالت إن يمكن ساعتها هيتخلى عنها تاني وهي بتهز راسها، وشرحت إن ده السبب إنها ما تجرأتش تقوله على حالتها، بس دلوقتي الأمور بقت أسوأ. فجأة فتحت عينيها بخضة وطلبت من الولد إنه يستخدم السحر عشان يطلعها من المستشفى، وهي بتبتسم سألت بطلنا لو يقدر يعمل كده عشان بابا ما يزعلش. لو بصلها بشفقة ونان اتفاجئت لما سمعته بيقول إنه فاكر إنه هيبطل يخدعها. الشاب الأسمر رفع إيده وكورة طاقة طايفة فوقها وقال إن باباها في الحقيقة طلب منه يديها الدواء، وعشان كده هو هنا. نان بصت له بتفاجؤ بتسأل ليه هي مش فاهمة ليه هو يضيع فلوس كتير كده عشانها. بطلنا لو غمز بعين واحدة وقال إنه ما عملش كده عشان خاطرها خالص، فده ما كانش تضييع فلوس خالص. والكورة الذهبي طارت لسقف الأوضة، والولد قال إن بفضل البنت باباها اتغير وبقى إنسان كويس. وبينتقل المشهد للراجل اللي حاول يوقف جيو أوكسان اللي كان بيجري على السلالم وبينادي على لو. هي قالت للراجل ما يتخضش كده، وأخيرا لقى خيال ولد طالع على السلالم وقال إنه أهو. بطلنا لو لف للعامل بيشاور بإيديه وبيسأله رايح فين بسرعة كده. نان كانت لسه مستنية، وهو بالفعل إدى وقته وهو بيكشر. لو بصوت مش صوته نداه يا صاحبي كأنه مش عارفه ومدله حتة ورقة. الراجل وجي أوكسان بصوله في حيرة، والراجل سأل إيه اللي بيحصل. بطلنا لو إداه ورقة مكتوب عليها شعر صحي جسم صحي وخليه يتصل بالرقم ده، ولو قال من تشيناي هياخد خصم في 100 على الحلاقة. الولد مشي والراجل بص بتفاجؤ لجيو أوكسان اللي كان متجمد وإيده ممدودة بينادي عليه. الراجل قال إن لو مش شخص حقود، وبعدين قال له حاجات كتير، والراجل فكر إنه لسه معهوش فلوس. فجأة سمع صرخة بنت بتناديه يا بابا. لف بسرعة ونان كانت واقفة جنب الشباك بتيشيرت أزرق من غير كاب المستشفى. راحت لباباها وقالت بابتسامة إنها تقدر ترجع البيت معاه. جيو أوكسان فكر في لو بصدمة بيقول إن دي فعلا نان، ولو مستخبي ورا الحيطة ابتسم، وجيو أوكسان نزل على ركبه بيحضن بنته جامد. جيو أوكسان سأل بنته حاسة بإيه دلوقتي، وهي قعدت على السلالم وردت إنها ما بقتش حاسة بألم في جسمها وودانها وورم وشها. الراجل سألها تاني هل ده بجد، والبنت بصت لباباها بابتسامة وقالت إنه هو نفسه طلب من الساحر الدواء. جيو أوكسان قرر في سره من الساحر، ودمعة نزلت على خده وشكر السيد لو في سره. وبينتقل المشهد لسما صافية، ولو كان ماشي على الرصيف مع الست. الولد لف للست وسألها مالها وهي بتبص لتحت، واعترفت إنها ما توقعتش إن علاج شخص ليه كان حاجة بسيطة كده. بطلنا لو بصلها في صمت وهو بيبتسم، واستوضح لو كانت عايزة تقول إنه بما إن الموضوع كان بسيط جدا ليه أخد أجر كبير كده من أبو البنت. بصلها بابتسامة ساخرة وقال إنه ممكن يكون أقل طمع. الست المكسوفة ردت من غير ما ترفع راسها إنها كانت تقصد حاجة تانية، وإن الاتنين دول مروا بحاجات كتير سوا وكانت عايزة تديهم شوية كمان. لو فرج دخله وهو بيفكر بيتساعد هل ده فلوس ولا قلود. الشاب الأسمر بصلها بثقة، والولد قال إن العالم ده مش محتاج كرم بل مسؤولية، وكمل إنها لازم تفهم ده، وقال إن أهم الحاجات لازم تديها لأهم الناس، وما كانش عارف إيه الغلط في كده وهو بيلمس جبهتها بابتسامة. الراجل فكر إنه باين إن العجز بدأ يتكلم بدلها، وقال إنها بقت عاطفية أكتر وأكتر. وبينتقل المشهد لمقر النادي الأبدي، والولد فكر إن متوسط العمر دلوقتي مجرد أرقام بالنسبة ليه.
بطلنا لو وقف عند الشباك في مكتبه وفكر إنه يقدر بنوايا صادقة جدا يقرر مصير إنسان أو حتى عالم مصغر بحاله. هو بص للساعة اللي في إيده، والولد فكر هل يقدر يعلن بجراءة كبيرة إنه بقى كائن شبه حاكم عظيم. الولد فكر إن قوة هائلة زي دي محتاجة حذر شديد. بطلنا لو لف بخض على الصوت لما رزمة ورق ضخمة نزلت على مكتبه بخبطة، وكان في كذا رزمة عالية من الورق. المساعد قال لسيدو إن في ورق هنا محتاج يتختم، ولو مسك نضارته وبصلهم وسأل بذهول إن في كتير كده. يوكي ببدلة ربعت إيديها على صدرها وقالت بكآبة إنه ما ظهرش بقاله كام يوم، والكل بدأ يزعل منها، وهي تفضل إنه يختم لأن لسه وراها حاجات مهمة كتير تعملها. بطلنا لو لوى بوزه وقال إنه فاهم، بس هو نفسه فكر إنه بيسحب كلامه، وهو لسه بعيد عن إنه يبقى حاكم عظيم. هو ختم الورق بمنظر مهم وهو بيسمع كحات البنت المتكررة، وحط ورقة على جنب وختم اللي بعدها. والولد قال لها يا تروحي للدكتور يا تقولي لي. يوكي طلعت زفير بضيق وقالت إن المدير شخص لا مبالي جدا، وبعدين قالت إن تسلا جاب نتائج البحث في العالم اللي تحت الأرض. وهو بيختم الورقة الولد رد إنه واضح إنه مش مستعجل قوي في ده. بطلنا لو اتصدم لما سمع إن العالم طلب منه يقول له إنهم لقوا علامات حياة تحت الأرض، وهو نط من على الكرسي بتاعه وسأل تاني إيه هي الحياة اللي تحت الأرض. هو فتح عينيه بتفاجؤ بيفكر إن ده لغز للأرض ملوش حل، وبابتسامة رضا قال للسكرتيرة تتصل ببانج وتسلا بسرعة، واللي ردت عليه بالموافقة. وبينتقل المشهد للبيبان المعدن بتاعة الجيم، كان فيها شبابيك من فوق، وبانج ضرب كيس الملاكمة بقوة كبيرة وكان باين عليه مصمم جدا. هو اتفاجئ لما سمع الولد اللي واقف في الدور التاني من الصالة بيقول إن يوكي بتكلمه، وهو واقف عند مدخل أوضة اللبس واتكلم في التليفون مع البنت وهو بيرد بكلمات بسيطة. وفجأة هو سكت من الصدمة وهو بيسمع اللي بتقوله. بيقفل إيده بحزم وقال لها تقول لبطلنا لو إن فريق الصبر دايما جاهز. وبينتقل المشهد للمركز الرئيسي للنادي الأبدي، وفي الوقت ده العيال من فرقة الصقر بيتمرنوا بنشاط على اللكمات في كذا حلبة متغطية بالأزرق. الولد اللي بتيشيرت رمادي أخد بوكس قوي جدا في وشه وطار بره الحلبة وهو بيشوح بإيديه. البوكس كان قوي جدا لدرجة إنه طار بجسمه كله طوالي في الحيطة وساب دمار كبير عليها. والولد اللي طار ده انضرب بواسطة واين اللي وقف في وقفة القتال بتاعته وبص بجنون للجنب لتعليقات القائد بتاعه اللي سمعها من الجنب. بانج صرخ لمساعده إنه ما يستمرش يضرب بقوة كده وإلا محدش هيفضل عايش وإنه هياخد منهم فلوس تجديد المكان. نفس الولد اللي أخد بوكس قام وسند على إيديه وهو بيبص لبانج الغضبان بقلق، والولد حاول يهدي قائده وقال له إن كل حاجة تمام معاه وإنه عموما وقع في مشكلة بنفسه. هو لف وراه بغضب وبدأ يعمل نكت ساخرة عن إن الولد قرر يوري كرمه عشان يغطي على زمايله وعامل نفسه مثل أعلى لكل البشرية. بانج قال للعيال يرجعوا أوضهم عشان ما يشوفهمش، وبانج لف لقدام من جوه بتنهيدة تقيلة وقفل عينيه وهو بيفكر إن العيال دول بس أغبياء. فجأة عيون بانج وسعت لما أدرك إنهم في محادثة مهمة، وفي الوقت ده بانج رجع لوعيه وبدأ يكمل الحوار عن إزاي هم استقروا على الكلام عن العالم السفلي وإنه فعلا ممكن يكون موجود. نظرات تسلا ويوكي المندهشة اللي كانوا قاعدين على كراسي جنب بطلنا لو اتوجهت لبانج اللي كشر فورا وعمل وش جاد. هو كان مصمم وكان عايز يدخل في الموضوع على طول، وسأل مديره إيه المطلوب من فرقتهم. تسلا بابتسامة خبيثة ومتحمسة رفع إيده وبدأ يقول لبانج عن خطته. تسلا اتكلم عن المناظر الطبيعية اللي تحت الأرض اللي كانت متغيرة جدا وعشان كده كانت خطيرة جدا بسبب النشاط الزلزالي العالي. تسلا ضاف كمان إن الشقوق الكتير ساعدت في إطلاق أجهزة كشف خاصة فيها عشان ينزلوا في نفس اللحظة. تسلا وسع عينيه وكان محتار وهو لاحظ إن في الجبال اللي التلج والمراعي بيلتقوا فيها كان في أساطير عن راجل بري. يوكي ميلت راسها شوية وبصت لتسلا بشكل معبر، وهي ضافت إن الأساطير دي مش دليل مباشر على وجود العالم السفلي، بس السؤال لسه مطروح ليهم لحد النهاردة. بانج حط إيديه على رجليه وبص لقدام بذهول وهو ما كانش فاهم إيه نوع الراجل البري اللي بيتكلموا عنه. بطلنا لو كان قاعد على كرسيه وبيبص لبانج بغضب ولاحظ إن الحسابات الدقيقة محتاجة بيانات عملية، ودي كانت الشغلانة الأساسية لفرقة الصقر. بانج كمل يبص لقدام وبان مذهول، وهو كان متفاجئ إن الكلام عن الراجل البري ساب انطباع قوي عليه. بطلنا لو بحلق في بانج اللي فورا كشر عن أنيابه وابتسم بسخرية، ولو قال لمساعده إن مفيش حاجة يخافوا منها لأن مصير المشروع الجاي بيعتمد بالظبط عليهم. بانج رد بسخرية إن بطلنا لو فهمه غلط لأنه كان بالفعل متحمس وكان على وشك يبدأ المهمة لأنه كان زهقان من الضرب في أكياس الملاكمة. تسلا ربع إيديه وبص بكآبة ناحية بانج، بينما يوكي اللي قاعدة جنبه رفعت صباعها وابتسمت ابتسامة ساخرة. تسلا شاف إن بانج يدوب ماسك نفسه وفاكره مجنون. يوكي ردت على تسلا بسخرية إن كل واحد في فرقة الصقر بتاعتهم مش طبيعي. بانج قام من كرسيه وشاور بصباعه على فريقه، بينما بطلنا جو مسك دقنه البارزة وبص لبانج بوضوح.
بانج فرد كتافه وبحلق في فريقه بنبرة منظمة وأمر فرقته تبدأ شغل. جنود فرقة الصقر بصوا بحيرة ناحية قائدهم، متجمدين في اللحظة ومستنيين تعليمات تانية. واحد من المقاتلين قال إنهم دايما جاهزين، وكل اللي فاضل كان يعرفوا يروحوا فين. تسلا قام من كرسيه ومشي ناحية المقاتلين فارد إيديه للجنب بإحساس مش مريح. تسلا قال للعيال إنهم دلوقتي هيروحوا من مقاطعة كانجمو للغابة البدائية، وإنه حاسس بعدم راحة لأنه باين عليه في ميتة. عصابة بانج اتفاجئ شوية لما سمع عن كانجمو وبص للجنب باحتقار وكشر، وبطلنا لو كمان كشر وبص بغضب من تحت قصته الطويلة. وبينتقل المشهد لجانج اللي دخل أوضة اللبس وهو ماسك شنطته الكبيرة ورا ظهره. جانج كان مبسوط إنه أخيرا رجع البيت، وسأل بانج هيعمل إيه بالليل، وضاف إنه تعب خلاص. بانج بص بكآبة ناحية جانج وهو في نفس الوقت بيحط حاجته في شنطته. بانج حس إن ريحة جانج بارود وخمن إن جانج ضرب نار. جانج مشي لدولابه وبدأ يقلع الجاكيت بتاعه وهو واقف مدي ظهره لبانج. جانج اتكلم عن مغامراته وقال إن واحد من الممثلين فقد عقله تماما لأنه نام مع حبيبة رئيس المافيا، وعشان كده هو اضطر يحل النزاع. جانج لاحظ بسخرية إن من الشنطة الكبيرة اللي بانج بيجهزها الواحد يقدر يقول إنه رايح مكان بعيد. بانج همس بصوت واطي إنه رايح في مهمة. جانج مسك باب الدولاب وبص لخيال بانج وشاف إن بانج مش مبسوط قوي بالرحلة، وسأله هم بعتينهم فين. بانج قفل عينيه ونزل راسه بضيق وقال بحزن إنهم بعتينهم مقاطعة كانجمو. جانج بص لبانج بحيرة وراقبه وهو ماسك شنطته بغضب. جانج افتكر إن المكان ده كان بيت بانج، فهزر إنه هيقدر يزور قرايبه ببلاش. بانج بس طقطق بلسانه كرد ونزل راسه وعينيه مغمضة من الإحباط، وقال إن الكل من زمان فاكرينه ميت فما فيش فايدة من زيارتهم. جانج ضرب بانج على راسه بحركة سريعة من إيده وقال إن بانج لقى طرق يخترع بيها حاجة. جانج سند رجله على كرسي قريب وبانج ماسك راسه. جانج بحلق في بانج وقال إن بانج رتب لقرايبه يشتروا بيت من خلال معارفه، فقال إن مفيش مشكلة إنه يظهر قدام عيلته. بانج قال بجدية إن جانج مش شخص كويس. جانج قعد على كرسي وعمل ابتسامة خبيثة وهو بيرمي إيديه ورا راسه بينما بانج قعد جنبه. جانج قال لبانج يسمع نصيحته إن الناس الوحيدة في العالم ده اللي هيقبلوه ويستحملوه هم عيلته، وعشان كده جانج ضاف إن طول ما جانج عنده عيلة المفروض ما يعملش حاجات يندم عليها بعدين. بانج بص بحزن للأرض وهو مكشر شوية. جانج حكى قصة حياته عن إزاي خدم في الجيش وكان مستعد يجري 50 كيلو بس عشان ياكل الزلابية اللي أمه بتطبخها. جانج فرد إيديه للجنب وهو قاعد على الكرسي وبص بحيرة لبانج اللي قام فجأة. بانج قال إن جه الوقت عشان يمشي وأخد شنطته وخرج، بينما جانج بصله بابتسامة ساخرة وهو بيتنهد بتقل. جانج فكر بانج كان غبي وكان واضح إن طول ما في ناس مهمين ليك ما تقدرش ترفض لهم طلب. وبينتقل المشهد لبطلنا لو اللي قاعد على كرسيه وماسك ساعته الذهبي السحرية في إيديه وساند راسه على إيده. في قاعة المؤتمرات الضخمة التطورات المستقبلية ومجسم للكوكب اتعرضوا على الشاشة. تسلا اتكلم عن إزاي العلم الحديث أثبت إن الأرض ليها هيكل طبقي، بمعنى آخر شبه كيكة الطبقات اللي هي القشرة والوشاح والنواة الداخلية والخارجية. تسلا بص بتعبير للجمهور وشاور بالمؤشر بتاعه على الهيكل الطبقي للكوكب، وقال إن كل 70 قدم من سطح الأرض للنواة درجة الحرارة هتوصل درجة واحدة، ونلاحظ إنهم بيهتموا جدا بدرجة الحرارة. 5 علماء قعدوا على ترابيزة وسمعوا بانتباه لتقرير تسلا اللي قال إن في وقته كان في نظرية إن درجة حرارة الفضاء بين النجوم كانت بتقل بالتدريج. تسلا وقف عند الشاشة الكبيرة بالمؤشر وشاور لمجسم للفضاء بين النجوم وضاف إن أقل درجة في الفضاء الخارجي هي تقريباً ناقص 200 درجة. ومن هنا تسلا سأل سؤال مهم للعلماء عن أفكارهم، وسألهم ليه المركبة الفضائية محتاجة جهاز تبريد، والعلماء في بدل بني قعدوا على الترابيزة بوشوش لا مبالية عارفين إن ما عندهمش إجابة. فجأة كل العلماء لفوا للجنب لما سمعوا هتاف إن في الحقيقة كل حاجة كانت بسيطة. بانج قام من الترابيزة وبدأ يطرح نظريته بابتسامة خبيثة، بينما كل العلماء بصوله بذهول. بانج ادى تشبيه ببانكيك في طاسة وقال إن محدش هياكله وهو سخن، وإنه يستحسن يبرده الأول بنفخة خفيفة. العلماء هياتوا للفكرة وقالوا إنها منطقية وإنهم دلوقتي بدأوا يفهموا. تسلا نزل إيديه على خياطة بنطلونه وهو بيبص لبانج بذهول. تسلا لاحظ تفكير بانج المثير للاهتمام وتفاجئ باللي كان عايز يقوله بطريقة مختلفة شوية.
بطلنا لو قعد على كرسي وربع إيديه وكشر من بين قصته وقال إن ده كله بسبب المسافة من الشمس. العيال ملاحظوش ظهور رئيسهم وحاولوا يعرفوا منه هو وصل إمتى. تاجر الوقت قال إن كلهم المفروض يبقوا جديين أكتر وإلا في يوم هيروحوا مكان بعيد ومش هيقدروا يرجعوا. بطلنا لو فهم إنهم ما يقدروش يتسابوا لوحدهم. هانج وهو بيعمل ابتسامة خبيثة رفع إيده وشاور بيها ناحية العلماء وقال إن كل العيال كانوا زهقانين جدا لأن محاضرة تسلا كانت طويلة ومملة جدا. بطلنا لو بص بغضب شديد ناحية بانج وهو بيكشر جامد وبكده ادى إشارة إن بانج ما يتكلمش بالطريقة دي. بانج لقط رسالة رئيسه فوراً وتعدل وغير رأيه وقال إن تسلا يقدر يكمل محاضرته وإنهم ما ناموش منها خالص. تسلا مسك حزامه وهو بيتنهد بتقل وبص بعيد وفهم إن كل العيال بيسمعوه من غير حماس، بس برضه قال إن بناءً على أبحاثهم الجيولوجية مفيش محيط كامل من الماجما تحت قشرة الأرض. تسلا بص لقدام بنظرة تعبانة وقال إنهم محتاجين يلاقوا مكان آمن للشخص وأنسب نقطة. تسلا مد كفه وشاور للاتجاه بسهم أزرق على الشاشة وضاف إنهم لازم يتحركوا من خلال نظام كهوف وبعدين ينزلوا لتحت. بانج وقف بنظرة حزينة وربع إيديه بينما مجموعة من العلماء بدأوا يبصوا لتسلا بحماس ومستنيين الخطة الجاية. بانج سأل بضيق عن إيه اللي المفروض يخلوا بالهم منه تحت الأرض. العلماء بصوا لتسلا برعب وقالوا إن أكيد تحت الأرض خطير وممكن يضطروا يحاربوا. تسلا مسك المؤشر بإيديه الاتنين وكان مخجول للجنب وكان متلخبط شوية وقال إن مفيش حاجة معروفة بجد لسه لأنهم محتاجين بيانات أكتر. تسلا قال إن احتمالية حدوث كوارث ما تستبعدش. العلماء بدأوا يفرحوا ويرفعوا إيديهم لفوق بسعادة وتسلا بص لكل ده بحيرة وهو ما كانش فاهم إيه بالظبط اللي قاله عشان العلماء يتحمسوا للدرجة دي وبفكرة زي دي. تسلا شكك في كفاءة زمايله وتساءل لو ممكن يثق فيهم. بانج ضرب الأرض بكل قوته وساب وراه دمار وأمر الكل يخرس وكل العلماء سكتوا فجأة وهم بيبصوا لبانج في صدمة. بانج بص بغضب ومرارة ناحية العلماء وقال إن دي مش نكتة ليهم لأنهم هيكونوا شغالين في بحث حقيقي وبالتالي محدش يقدر يسترخي. بانج فرد كتافه وبص بفخر للعلماء اللي لقطوا أمره وقاموا من على الترابيزة وحطوا إيديهم ورا ظهرهم. بانج بص بحيرة لتسلا اللي بدأ يتكلم عن شوية تفاصيل. تسلا ضاف إن المشاركة في الرحلة محتاجة لياقة بدنية ممتازة لأنه كان ضروري القدرة على التكيف مع الأماكن الضلمة وفي الضغط الجوي اللي بيزيد باستمرار ودي عملية خطيرة جدا. تسلا بص للعيال بترقب وقلق وقال إن لو قدروا يلاقوا حاجة هناك هيبقوا أول مجموعة مغامرين تدخل العالم السفلي. تسلا بص بقلق للعلماء اللي وشوشهم كانت بتقول العكس وكانوا مليانين إصرار وثقة في قدرتهم للرحلة الجاية. تسلا قال إن وقتها كل اللي مستنيهم في الرحلة دي هيكون تاريخ. وبينتقل المشهد لهنجار المعدات الرياضية والتدريب القتالي لفرقة الصقر واحد. من العلماء مسك خوذة ضخمة ومسك المعدات الجديدة في إيديه وقال إن الخوذات الإزاز دي باينة ضعيفة جدا وأدرك إنها ممكن تتكسر بسهولة جدا. واحد تاني مسك خوذة إزاز بحرص في إيديه بينما عالم تالت بص للخوذة باحتقار. العالم أبو شعر غامق فكر إن ده ممكن يكون إزاز مضاد للرصاص بما إن خوذة واحدة تكلفتها حوالي 1,000,000. العالم اللي في إيده الخوذة هدي شوية لما أدرك إن الخوذة دي دلوقتي باينة أأمن بكتير. بانج وقف في نص القاعة وإدى أوامر للعلماء اللي قعدوا على الأرض وسمعوه بانتباه. بانج قال إن المرة دي هم داخلين على رحلة خطيرة جدا وهيكون معاهم 48 ساعة بس عشان يجمعوا بيانات لتسلا. بانج اتفرج على العلماء وهم بيروحوا يجهزوا للرحلة وهو حاطط إيديه على حزامه لما بطلنا لو قرب منه من ورا ولفت انتباهه. بانج قال للعلماء إن كل واحد فيهم لازم يكون متجهز كويس عشان يقدروا يمشوا بهدوء تاني يوم الصبح بدري. بطلنا لو لاحظ إن العلماء كانوا مطيعين جدا وهو مشي أقرب لبانج ونزل راسه وهو بيقفل عينيه. بانج قال لرئيسه إن كل مقاتل أخد تعليمات وكلهم هيكونوا جاهزين. بطلنا لو لما كان مبسوط بتركيز العلماء وشغل الفريق بخبث وهو بيكشر عن أنيابه وقال إنه كان واثق إن بانج هيعمل شغل ممتاز. بطلنا لو افتكر كمان وهو بيبص لفوق إن وجهته كانت قريبة من بيت المساعد بانج وسأله لو كان عايز يظهر عيلته. بانج نزل راسه بحزن وبص لتحت ولف وبدأ يمشي بعيد.
وقال إنه مش عايز كده لأنه مش عايز يتشتت بحاجات تافهة زي دي. وبينتقل المشهد لغابة كثيفة وضلمة اللي أشعة الشمس الساطعة كانت بتحاول تخترقها. تسلا ملهم بالطبيعة وفي بدلة الرحلة بتاعته بص حواليه وهو ماسك جهاز لاسلكي في إيديه، وفهم إنه مش هيدمر الكوكب ده لأن الطبيعة جميلة جداً وهو كان بيحبها جدا. بطلنا لاو وقف جنب تسلا ببدلة رمادي وبص بانتباه لقدام وسأل تسلا إنهم عند كهف كارست المشهور في مقاطعة كانج مو. تسلا قال إن ده بالظبط الحال. بطلنا لاو كشر وبص في أعماق الكهف اللي نور الشمس يدوب كان بيوصله. تسلا كمل إن من السطح الكهف ده كان باين زي شقة عادي في الأرض، بس كان فيه مساحة ضخمة وملهاش قاع مستخبية تحت. خيلات تسلا وبطلنا لاو اللي وقفوا على أطراف الكهف بينما ضوء الشمس الساطع نور خيالاتهم. تسلا ضاف إن بناء على كلام السكان المحليين الرحلات العلمية هنا دايما بتنتهي بالفشل، وبص بشكل معبر في شق الكهف ودخل صباعه فيه. هو فهم إن تضاريس زي دي مستحيل تتركب بأي معدات ميكانيكية وإن إنسان بس هو اللي يقدر يستكشف المنطقة دي. تسلا اتفاجئ لما قال إن مش أي حد هيكون مستعد يغطس كام 100 متر لتحت. بطلنا لاو رمى ابتسامة الساخرة ناحية المقاتلين وسألهم لو الكل سمع الملاحظة. بانج وفرقته في بدل فضاء خاصة بصوا لبطلنا لاو، وبانج رفع إبهامه وقال إن الاتصال شغال كويس وكل حاجة مسموعة. تسلا بص للعيال برعب لما لاحظ إن أعمق كهف في العالم كان على عمق 2212 متر، وقال إن الموقع كان 400 متر تحت مستوى سطح البحر، وده كان يقارن بجبل. تسلا كشر شوية وكمل يبص لبانج اللي كان محتار من ملاحظاته. تسلا قال إن بناء على بيانات الرادار بتاعتهم كان في منطقة أوطى من كده كمان. بانج بص لتسلا بتساؤل وقال بسخرية إنهم ضيعوا وقت كتير في البحث ولسه ما يعرفوش العمق بالظبط. تسلا مشي أقرب لبانج وهو بيبتسم بسخرية وشاور بإيده ناحية المقاتل اللي باين عليه الكآبة، وقال إن ده السبب إن بانج لازم ينزل ويتأكد بنفسه. آلة ضخمة بعجل كتير وكابل رفع طويل بدأت تقرب من الكهف، وتسلا ضاف إن مهمة الفريق كانت تلاقي المدخل تحت وبعدين تمشي ورا التضاريس. المقاتلين في بدلهم الواقية وقفوا قدام المدخل لأعماق الكهف، وواحد فيهم كان ماسك الكابل. العيال كانوا رايحين ينفذوا الأمر. فجأة واحد من الجنود لف لما سمع أمر بالوقوف. بطلنا لاو بتعبير خبيث على وشه رفع إيده واستخدم مهارة تسريع الوقت 10 مرات، وخيالات المقاتلين اللي واقفين في صف نورت بنور ساطع. بانج بص بسخرية ناحية المقاتلين ووسع عينيه وهو حاسس إن وزن جسمه أخف. وبطلنا لاو قال للعيال يروحوا أسرع. وبينتقل المشهد لسلاسل جبال امتدت بعيد عن الكهف. روبرت كان قاعد في خيمته قريب وبيتفرج على اللي بيحصل بابتسامة وهو رامي إيديه ورا راسه. روبرت قرب من بانج وسأله هو حاسس بإيه، وهزر بسخرية إن بانج ممكن يكون عنده فوبيا الأماكن المقفلة. الجنود بدأوا ينزلوا الحبال كفريق، والمقاتلين ما كانوش مصدقين إنهم هيعيشوا تجربة زي دي وكانوا متحمسين. واحد من المقاتلين سأل رئيسه ليه هم ما شافوش روبرت مؤخرا. بانج رد إن دي مش مشكلته. تسلا كان مهيستر ومخضوض وكشر وحاول يساعد المقاتلين وقال لهم إنهم قربوا يوصلوا للحد ولازم يخلوا بالهم من الحجارة الحادة. تسلا قال بيأس إن أقل غلطة منهم ممكن يكون ليها عواقب وخيمة. بانج في بدلة الفضاء بتاعته نزل على الحبل بثقة وحاول يطمن تسلا القلقان وقال إنهم نزلوا بالفعل. وفجأة بكرة الكابل بدأت تلف بسرعة من غير سيطرة والكابل بدأ ينزل أسرع. تسلا دخل خيمة لوبرت اللي كان بيبحلق في الشاشة بتاعته وبيحاول يعرف إيه اللي حصل للكابل الصلب. الكابل اتسحب لتحت. بطلنا لاو كان قاعد في خيمته وهو مكشر ومربع ايديه. تسلا صرخ في اللاسلكي عشان يكلم بانج اللي كح من السماعة، وروبرت وتسلا بصوا للسماعة بصدمة لما بطلنا لاو ظهر وراهم. بانج كان متعلق من غير حركة في أعماق الكهف وقال بسخرية إنه مش قادر يقف ووقع في خرم. العيال ما كانوش فاهمين إزاي بانج قادر يهزر في لحظة حرجة زي دي. بانج كشر عن أنيابه بسخرية وبص حواليه وهو ماسك الكابل ولاحظ إن ساعته مكسورة، بس كان عارف إن البدلة قوية كفاية. بانج حس إنه خبط في حاجز وده كان خرم أسود عميق في كهف. بانج لاحظ إن الكهف ده أعمق بكتير من اللي عالم تسلا تخيله. روبرت وتسلا سمعوا بذهول ملاحظات بانج عن الكهف من خلال السماعة. بانج بص لتحت بسخرية من خلال خوذته الإزاز، وخيال بانج الأسود كان متعلق في الكهف الواسع والفاضي. بانج هزر إنه محتاج حبل أطول. المقاتلين التانيين اللي فاضلين قربوا من خرم الكهف وبصوا جواه عشان يتفقدوا وضع بانج. هم كانوا فاكرين إن المهمة فشلت بالفعل، بس أولوياتهم الأولى كانت يطلعوا بانج. بانج كان متعلق على الحبل وتعبير غاضب وكئيب على وشه، وقال للعيال يتكلموا أقل ويتمنوا إنهم يطلعوه في أسرع وقت وهو بيعرق. بانج كشر ووجه انتباهه للأصوات الغريبة اللي وراه في الخرم الصغير اللي النور طالع منه، وشاف خيال أسود لجسم وهو ما كانش فاهم إيه بالظبط ده.
تسلا وروبرت تابعوا العملية عن قثب وسمعوا صرخات بانج من خلال السماعة. تسلا سائل بانج إيه اللي حصل بتعبير محتار، وبانج رد من خلال السماعة إن ممكن يكون اتهيأله. تسلا عقد حواجبه وبوش حزين، مد إيده لبانج وقال إن جودة الهواء تحت سيئة جدا، فعشان كده نصح المقاتل يفحص معدات تنقية الهواء بتاعته. تسلا سلم القيادة للمقاتلين عشان يلحقوا يطلعوا قائدهم بسرعة. تسلا كان محتار من حقيقة إنه ممكن يكون غلط في الحسابات بما إن بانج كان بيهلوس. بانج وسع عينيه بخضة وبص لقدامه وهو بيصرخ في راديو تسلا عشان يوقفه. بانج اعتذر للعالم وقال إنه ضحك عليه لما تقابله لأول مرة. تسلا وروبرت بصوا بانتباه لشاشات المراقبة اللي بتنور. بانج قال في الراديو إن تسلا كان صح. بانج بص في الكهف بتعبير متفاجئ وشاف رسومات وبورتريهات إناث على الصخر. تسلا أدرك إن في حياة فعلا في المكان ده. وبينتقل المشهد لعربيات مدرعة قوية كانت واقفة جنب خيمة التمويه اللي فيها تسلا وروبرت وبانج اللي اتنقص بالفعل. روبرت وسع عينيه وبص للشاشة بذهول، بينما بانج ابتسم ابتسامة فخر، وروبرت ما كانش مصدق إن كل ده حقيقي. بانج اتفرج على روبرت وتسلا وهما بيبصوا لبعض وبيتناقشوا بحرارة في اللي بيحصل. روبرت وهو بيشوح بإيده رد إنه بص في بيانات المتحف الحالية، والرسمة دي في الكهف مش موجودة في أي وثيقة. بطلنا لو ربع إيده وبص بسخرية ناحية تسلا اللي كان بيبص لرئيسه بذهول. بطلنا لو قال إن دي أخبار كويسة جدا، لأنه لو مفيش سجلات يبقى الرسمة مستحيل تكون مزيفة. تسلا كشر بسخرية وابتسم بتهكم وفهم إنه بالإضافة لده محدش نزل للعمق ده في الكهف ده قبل كده. على الشاشة كانت في صورة لنفس الرسمة الصخرية من الكهف. واحد من العيال لاحظ إن من الرسمة هم ناس اللي رسموها أكيد وكانوا لسه في المجتمع البدائي. تسلا كان باين متضايق وهو طرح نظريته إن بانج أخد الصورة من شقة على عمق مئات الأمتار، وإن العمق ده كان سطحي بالنسبة للعالم اللي تحت الأرض كله. تسلا بص لقدام بذهول في تفكير عميق وتساءل إن حضارة معينة بدأت تستكشف الأعماق. تسلا فضل محتار وعينيه واسعة، وكان عنده نظرية إن حد ممكن يكون طلع لفوق عشان يسيب علامة أقرب للسطح. روبرت غطى بقه بإيده وحاول يهمس معلومات لبانج، بينما تسلا كان غرقان في أفكاره وهو واقف عند السبورة. روبرت فكر إن الخلفية السوداء دي ممكن تعني إن تسلا بيبص في قصر عقله. تسلا فوراً وطى ورفع إيديه في الهواء وهو بيقفل قبضتين، وكان غضبان لأنه من غير معدات خاصة مستحيل تطلع استنتاجات. تسلا لف بقلق للجنب للخيال الأسود بتاع سيده اللي سأل إيه المشكلة. بطلنا لوا ابتسم بغرور وبص ناحية تسلا وضاف إنهم يقدروا يشوفوا كل حاجة بعينيهم. تسلا اتصدم من تصريح بطلنا لوا وكان مرعوب شوية، واقترح إن لوا بيبدأ خطة مثيرة للاهتمام لنفسه. بطلنا لوا بص ناحية بانج اللي كان جنبه روبرت بتعبير محتار على وشه وإيديه في جيوبه. بطلنا لوا قال إنه عايز ينزل مع بانج. بانج وهو بيعرق اتجمد من الصدمة من القرار ده. لما لوا مشي لقدام وشاور بإيده ناحية روبرت، بطلنا لوا أمر مبرمجه يتصل فوراً بالمركز الرئيسي للنادي الأبدي ويطلب منهم يطوروا أجهزة حفر في أسرع وقت ممكن، وقال إن مفيش قيود مالية. وروبرت فهم كل حاجة. بطلنا لوا رمى نظرته المتسائلة ناحية بانج بعد ما فهم إن مساعده بيحاول يعقله. بانج ابتسم بسخرية وعمل نفسه ما قالش حاجة وسأله هيمشوا إمتى بالظبط. بانج فهم إنه مش هيقدر يقنع رئيسه، وبينتقل المشهد لأنهار طويلة وواسعة كانت بتجري وسط غابات صنوبرية وكثيفة، ومجموعة من الجنود في بدل الفضاء بتاعتهم نزلوا بكابل الأعماق الكهف. وبطلنا لو بص لتحت بترقب، بينما روبرت حسب الارتفاع بدقة وهو بيكلم العيال في الراديو. الأعماق الضلمة للكهف ما كانتش بتدخل أي نور، وروبرت قال في الراديو إن العيال لازم يبطئوا لأنهم قربوا يوصلوا للرسمة. روبرت قعد في خيمته وتابع العملية عن قصب وهو بيصرخ في الميكروفون إن العيال غطسوا 150 متر كمان. روبرت قال إن سيده المفروض يكون قدام الرسمة بالظبط. بطلنا لو كان متعلق في بدلة الفضاء بتاعته قدام الصخرة اللي المفروض تكون عليها الرسمة. بطلنا لو لاحظ إنه خد باله منه لما إشارة اتبعتت في الراديو عشان الكل يبقى جاهز ويحرس رئيسهم. لو بفضول مد إيده ناحية الرسمة الصخرية وهو كان مهتم جدا يعرف مين اللي رسم الرسمة دي. بطلنا لو مد إيده للرسمة واستخدم قدرته عشان يرجع الوقت، وميناء بيضة ظهرت قدامه والرسمة نورت بنور أزرق. بطلنا لو ضيق عينيه ونزل حواجبه وهو بيبص بتمعن في الرسمة، وتسلا قال إن ده ممكن ياخد وقت طويل جدا، وعقارب ساعة الجيب كانت بتلف بسرعة خيالية. بطلنا لو ابتسم ابتسامة خبيثة وهو متوقع اللي هيشوفه. تسلا سأل لو إيه العمل لو اضطر يرجع عشرات الآلاف من السنين لورا. بطلنا لو قال لتسلا إن ده مش مهم بالنسبة ليه لأن الموضوع يستاهل. بطلنا لو فضل مادد إيده وهو بيبص للرسمة بنظرة جدية اللي طلع منها برق أبيض، ولو رجع الوقت 5 سنين و10 سنين و80 سنة
و100 سنة. بطلنا لو وسع عينيه بذهول وهو بيبص للرسمة بحذر، وهو رجع 150 سنة. وبس كده يا اخواتي الفيكساوية، عايزك تشاركني آرائك في الكومنتات عن الحضارة اللي بطلنا هيكتشفها. هل هيبقوا بشر زينا ولا كائنات من عالم تاني، ولا أصلا هيطلع الحوار نكتة من حد؟ والأهم من كده، هل أنت مؤمن بنظرية الأرض المجوفة؟ شاركني رأيك في الكومنتات، وسلام.